عايزين تسمعوا بقيه القصه. القصه لغايه دلوقتي فاشله، يعني هي لغايه دلوقتي هي مخسره معانا. تطلع دلوقتي. اللي حصل بقى ان في اول فيرجن كان طلع البرودكت وحش جدا، اللونش ما كانش احسن حاجه. لما نزلنا الايفنت كانت المفاجاه ان الحاجه كلها اتباعت. يعني احنا راجعين من الايفنت تقريبا بربع الايتمز اللي احنا رايحين بيها. والحمد لله الحمد لله رب العالمين، يعني ده كان فضل، يعني كان فضل كبير من ربنا. وكانت ترتيباته كلها واخده في حته اللي هو لا انتوا رايحين تفشلوا، انتوا رايحين نازلين من غير البرودكتس اللي معاكم مش كويسه. لكن الحمد لله يعني ده فضل ربنا من توفيقه ان احنا خلاص رحنا والحاجه اتباعت ورجعنا والحاجه متباعه. كان الجزء اللي بعد كده ان احنا هنرجع نريبيت نفس البرودكتس اللي احنا اشتغلنا عليها. احنا طلع لنا من الايفنت الناس مهتميه بايه، كنا عاملين تيكتس فيها سيرفيز للناس. لا انا مهتم بكذا، البرودكت ده كويس، البرودكت ده مش كويس، احنا محتاجين الفيرجن اللي ينزل جديد بعد كده ايه الحاجه اللي الناس بيحبوها في حته الانمي دي بالذات، لان هي حته تريكي قوي. ممكن تلاقي حد بيحب مثلا وان بيس وحد ما بيحبوش، حد بيحب ناروتو وحد ما بيحبوش، فانت يعني انت داخل في حته هي الناس فيها مختلفه قوي، الناس فيها كل واحد بيدور على حاجه ايه معينه. والحمد لله بعد ما سبت الشركه مسلم لهم البروجكت بريك ايفن، ما خسرش مليم. كنا عاملين 2 اكس الكابيتال، يعني كنت عامل تقريبا احنا كنا 25000 جنيه وصل ل 50000 جنيه وكده، خلاص انا مسلم لهم البروجكت بال 50000 جنيه والبضاعه. فدي كانت قصه اول بروجكت اي كوميرس يعني. وبعد كده رحت الحته تانية. طلعت من حته ان انا مسؤول عن حته الاي كوميرس بس، لان انا مسؤول عن حته البرفورمانس بس، اللي هي انا عايزك مسؤول عن حته البرفورمانس. فاشتغلت على السوق المصري والحمد لله اول شغل عليه كان موفق جدا. بدات في السوق المصري 2020، اخر 2020 وقت الكورونا. وكان عدد الاوردرات ما شاء الله مهول، كان عدد الاوردرات مهول، الله يبارك له يا رب. ما كناش بنبذل اي مجهود في ان احنا نطلع الاوردرات، هي الاوردرات كانت ماشيه لوحدها. وكنا مستغلين قوي حته الكورونا، وان ده وقت ان انت تشتري دلوقتي ممسحه بتعقم، وان دي حاجه بتحافظ على البيت وشويه كمامات وشويه. فدي كانت فتحه الخير في الحته دي. الحمد لله خلصنا الجزئيه دي كلها، وبدانا نطلع بقى لا انت رايح لنيتش معين بحاجه معينه تانية بتشتغل فيها. واحده واحده طلعنا بره بنفس المديول، انت طالع اشتغلت زي ما اشتغلت في مصر، هتشتغل في السعوديه، هتشتغل في الامارات، هتشتغل في الكويت، ايا كان البلد اللي هتشتغل فيها انت واخد نفس المديول وشغال بيه. ده ملخصا يعني، ده مصطفى قنديل ببساطه يعني، من غير اي تعقيدات. حد محتاج يسال حاجه عن المقدمه دي؟ يا رب تكونوا نسيتوها، ما تفتكروش مراحل الفشل الغريبه اللي انا قلتها لكم دي. الهدف من السيشن اللي احنا عاملينها النهارده ايه؟ الهدف اللي احنا عايزينه من السيشن ده ان احنا نقلل على قد ما نقدر الفلوس اللي بنصرفها، ما نصرفش فلوس كتير في الهوا، او على الاقل لو هنصرف فلوس عشان نختار مجال معين او نختار برودكت معين يبقى صارفينها في الحته بتاعتها، او في المكان اللي احنا عايز اللي هو الصح. طب ليه؟ عشان نحافظ على مدخراتنا وفلوسنا اللي احنا بادئين بيها، وما نصرفش فلوس في منتجات وفي الاخر تطلع زي كده كلها فاشله وتخسر فلوسك كلها. ده ملخصا يعني الهدف من السيشن اللي احنا عاملينها النهارده. طيب احنا هنتكلم النهارده عن ايه؟ هنتكلم النهارده عن ايه هو النيتش، او ايه المجال اللي احنا المفروض نخشه، يعني ايه مجال، او يعني ايه نيتش، او يعني ايه ستور فيه نيتش واحد من المنتجات او شويه منتجات لفئه معينه. هنتكلم عن ازاي تختار المجال المناسب ليك، وايه الكرايتيريا اللي احنا بنختار عليها المجال ده. هنتكلم عن ازاي تعمل، او هنتكلم عن كيس ستادي لبرودكت في مجال معين اشتغل وحقق بروفيت وحقق مبيعات وحقق نجاح كبير. هنتكلم عن ازاي تختار البرودكتس بتاعتك جوه النيتش اللي انت مختاره، وهنتكلم ازاي المنتجات دي بتنجح، وايه الكرايتيريا اللي احنا بنتكلم عليها عشان المنتجات دي. هنتكلم عن السبلايرز وازاي تتفق معاهم، وايه الطرق اللي توصل لهم بيها، وازاي تبني ريليشن مع السبلاير عشان تاخد منه احسن اوفرز. طيب خلينا نبدا الاول. ايه هو النيتش، او ايه هو المجال اللي احنا بنبدا فيه؟ المجال اللي بنبدا فيه هي الحاجه المخصصه اللي انت بتبدا عليها شغلك، او اللي انت بتبدا عليها البروجكت بتاعك.
اللي بيبدا عليها الويب سايت بتاعك، اللي بيبقى الفوكس بتاعك او شغلك كله عليها. النيتش هو المجال اللي انت بتختاره بيزد على ايه؟ بيزد على شويه حاجات هنقولها دلوقتي. طب بتركز فيه على ايه؟ بتركز فيه على الناس اللي موجوده جوه المجال او الاودينس بتوعك، بتركز فيه على البرودكتس اللي انت هتختارها في النيتش ده، بتركز فيه على مدى ربحيه النيتش اللي انت داخل فيه. فالنيتش هو الحاجه اللي من الاخر احنا بنخصصها عشان نبني عليها الشغل بتاعنا او البرودكتس بتاعنا او البيزنس بتاعنا. في دايما مصطلح انا بحبه في الحته دي، النيتش مش ابن خالتك خالص، ولا هو حد قريبك. فبكره الصبح لو غيرته محدش هيقولك انت بتغيره ليه. انت بتختار حاجه او بتختار مجال انت حبه او انت عايز تشتغل فيه. ممكن تكون بتختار مجال بيكسب، ممكن تكون بتختار مجال شايف ان فيه بروفيت معين. المجال ده لو تاني يوم الصبح هو خلاص ده اخره، فانا هغيره عادي، مش همسك فيه واقول لا ده انا مش هغيره. عادي ممكن تغيره بكره الصبح. النيتش بتبني عليه الويب سايت بتاعك، بتبني عليه كل حاجه جوه الويب سايت، بتبني عليه الكونسيومر بتاعك. ودايما ركز ان انت طالما يعني بادئ في حاجه مخصصه قوي، فانت هيبقى عندك جمهور واحد رايح له، فالجمهور ده ليه شكل معين انت هتستهدفه، فالويب سايت ليه شكل معين، فكل ده بيتحدد في الاساس على انت اخترت ايه النيتش بتاعك. تمام. عشان نختار النيتش احنا بيبقى عندنا شويه حاجات او كرايتيريا بنختار على اساسها. ولكن احنا قبل ما نعرف الكرايتيريا لازم نعرف الفرق ما بين حاجتين مهمين جدا، الا وهم ايه؟ الا وهم البلو اوشن والريد اوشن. البلو اوشن او الريد اوشن مصطلح اتذكر في كتاب اسمه استراتيجيه المحيط الازرق. لو مش منكم حد كتير قرا الكتاب ده، فهو بيتكلم عن ازاي ان انت تروح في حته ما يبقاش حد فيها، او ان انت ازاي تختار مجال مش كل الناس شغاله مش كل الناس شغاله فيه او جواه. طيب بالملخص كده استراتيجيه المحيط الازرق دي عامله ازاي؟ استراتيجيه المحيط الازرق بتقول لك ان انت وليكن انت عندك محيط او عندك بحر، البحر ده فيه شويه قروش. القروش دي لما بتفايت بعضها، يعني ده قرش وده قرش وده قرش، كل دي قروش، لما بتفايت بعضها او لما كلهم بيضربوا في بعض، البحر بيتحول للون احمر، بقى كله البحر لونه احمر. ليه؟ خلاص ما هم كلهم بيضربوا في بعض. لو في قرش جديد جه دخل عليهم، فهو بيخش في الريد في الريد اوشن. فاصبح ان انت عندك انت داخل تفايت في حته هي اصلا خناقه. زي مثلا انت شفت مجال معين، المجال ده انت قلت تمام انا هخش فيه، دخلت لقيت بالصلاه على النبي الناس واكلينه، هتموت من اول دقيقه. دخلت مثلا لقيت علاء عبد الجواد بيسكيل فيه، مش هينفع تخش. منطقي، مش قصدي حاجه. فبالتالي انت ما بتروحش الحته دي، انت بتروح تشوف لك حته تانية خالص، بتروح تشوف مكان تاني، المكان ده ما فيهوش نفس المنافسه دي، ما فيهوش علاء عبد الجواد. بس في نفس الوقت انت بتعرف تاخد مكان فيه. طب احنا بنروح للمكان ده ليه؟ احنا بنروح للمكان ده عشان هو المنافسه فيه قليله وما فيهوش حجم مش هتضطر تضحي نفس التضحيات اللي هتضحيها هنا. انت لو داخل في مجال في ناس كتير قوي، وليكن مثلا انت داخل مجال اللبس، مجال اللبس في 1000 واحد بيبيع لبس، انت لو دخلت في وسطهم فانت مضطر تطلع ليك حاجه او تطلع للنيتش اللي انت داخله ده حاجه، او للبرودكت اللي انت بتعمله حاجه عشان تنافس وسط دول. طب انا لو طلعت بره دول ودخلت لقيت مجال فاضي او حته فاضيه، لا انا هعرف اتحرك، هعرف مش لازم انزل سعري عشان اعرف انافس، مش لازم ادخل اقول لا والله ده انا جايب خامه قليله عشان اعمل بروفيت كبير او غيرها. لا انا خلاص انا طلعت بره الحته دي ودخلت في حته المحيط الازرق او البلو اوشن. حته البلو اوشن مش سهل ان حد يوصل لها، ومش سهل، يعني هو الحته دي مش سهله ان انت تقول خلاص انا هشتغل في الماركت ده والماركت ده ما فيهوش حد. ليه؟ لان انت مش هتعمل حاجه الناس ما عملتهاش، كل حاجه الناس عملتها. بس على الرغم ان كل حاجه الناس عملتها او في حاجات كتير قوي الناس عملتها، الا ان في حاجات لسه فيها الدنيا صافيه شويه او ما فيهاش نفس المنافسه الشرسه اللي فيها بقيه المجالات. على سبيل المثال لو جيت قلت لك ان في ناس شغالين مثلا في المنتجات بتاعه البيتس او حاجات بتاعه الحيوانات، القطط والكلاب وكده،
انت ممكن تشوف المجال ده فعلا مجال كويس، بس هو ما وصلش لسه لمرحله الريد اوشن، او اللي هو لا ده في منافسه عاليه، لا هو لسه في مصر شويه في مجال حد يتنفس ويدخل فيه يقول انا ايه، انا موجود. لكن لو جيت مثلا لحته زي الحته بتاعه الدروب شيبنج، او لو جيت لحته الترندي برودكتس اللي مصر كلها بتحرق فيها، فانت داخل في حته الناس كلها بتهت معاك فيها، والناس كلها بتضرب في بعض فيها، وبيحاولوا يعلوا على بعض على قد ما يقدروا، سواء في سعر او في غيرها، عشان يوصلوا ان هم ايه، يبيعوا او يحققوا ايه، مبيعات. ده ملخصا يعني الفرق ما بين الريد اوشن والبلو اوشن. فيعني ريكومند ان الناس هضيف نقطة هنا على الكتاب ده مميز. كان أحد البراندز اللي شفتها ناجحة جدا في مجال الملابس وميزت نفسها جدا، اللي هو بيعمل بناطيل جينز، بس قالك أنا بعمل بناطيل جينز للناس بتاعة الجيم. يعني أنت قالك بنطلون الجينز ده أنت ممكن تروح بيه الجيم عادي، من كتر ما هو فليكسبل ومن كتر ما هو قوي والخامة بتاعته تقدر تستحمل اللي هي تمارين هيفي والكلام دوت. خد الحتة دي ك ديفرنشيشن اللي هي تمييز اختلاف ليه، وفي نفس الوقت بوزيشننج ليه كويس، ودخل بنى لنفسه بلو اوشن استراتيجي في الحته دي بالكامل. فده خلاه ان هو ميز نفسه في الجزء ده. هو ستيل في الملابس بس بقى هو الوحيد، يعني هو عمل البلو اوشن بتاعه او بيسموها بيلد هيز اون كاتيجوري، اللي هو بنى الكاتيجوري بتاعته ان هو انا الوحيد اللي بقدم على مستوى العالم اللي بعمل بناطيل جينز للناس بتاعت الهيفي ديوتي، اللي هو تقدر تروح بيها الجيم، تقدر تنزل بيها الموقع، للناس بتاعت الكونستراكشن، للناس بتاعت دي. لو شفتوا اخر كامبين طلعت برضو جيم شارك لسه مطلع كامبين الاسبوع اللي فات من انجح الكامبين على مستوى العالم، وركزت على البوزيشننج بتاعه. للناس اللي ما تعرفش جيم شارك ده براند بيعمل ملابس سبورتس، بس هو عايز ينافسه عن اي براند لملابس السبورت عموما، عن نايكي وعن غيره وعن الكلام ده. قال لك احنا ناس بتاعت جيم، وقعد طلع كذا سلوجان دوروا على الكامبين ديت. هو مركز جدا على اودينس واحد ببرسونا واحده، وانا مركز للناس بتاعه الجيم، وحتى كاتب في الكامبين هيدلاينز بتريليت جدا للناس بتاعه الجيم بس. يعني هو حاجات، يعني انا مش فاكر الهيدلاينز تحديدا، بس كانت فعلا من انجح الكامبين على مستوى العالم طلعت. ودي لها علاقه بالبوزيشننج بتاع البراند، ان هو مركز انا عايز الاودينس ده بس. فهنا ان انت تعمل بلو اوشن خصوصا للناس اللي بتشتغل براندز، مش بتكلم على دروب شيبنج، مش بتكلم على حاجه يعني كويك وين او حاجه زي كده سريعه. لو انت شغال على براند ساعتها بتشوف ازاي تعمل بلو اوشن لنفسك بالبوزيشننج بتاع البراند، بس طبعا لازم تماتش ده مع الشركه. انا بس دي نقطه حبيت اضيفها. بالظبط كده، الله يبارك لك. وفي النقطه دي بالذات قالوا كوت مهمه جدا، قال لك the only way to beat the competition is stop trying to beat the competition. يعني الحل الوحيد عشان تغلب الكومبيتيشن او المنافسه دي ان انت ما تحاولش تغلب الكومبيتيشن، انت تطلع بره الكومبيتيشن خالص. انت لو فضلت مستمر ان انا هحاول ادخل في المنافسه، انا هفضل زي ما انا، لا انا بخلق لنفسي حته تانية اقدر اتحرك فيها، واقدر زي ما حسني قال كده ان انا بخلق البلو اوشن ايه بتاعي. ده الجزء الاولاني في حته البلو اوشن. طيب قبل ما نتكلم على عن الكرايتيريا بتاعه ازاي تختار المجال بتاعك، او ازاي تختار النيتش اللي انت هتشتغل فيه، في حته مهمه قوي، ان انت ما ينفعش تختار مجال او حاجه انت مش مستمتع بيها. يعني ايه مش مستمتع بيها؟ يعني حاجه انت بتحبهاش. انت لو دخلت في حته انت مش حاببها، او دخلت في مجال فور ان انت هو بيكسب فلوس او انا شايفه كويس، انت هترجع لورا، هتشتغل فيه شويه ومش هتبقى حابب تكمل. فاول عامل من العوامل ان انت find your passion، او تختار الحاجه اللي فعلا مناسبه ليك انت، او اللي سهله بالنسبه لك ان انت تطبقها، اللي لو عملتها كل يوم مش هتبقى متضايق. كان في بودكاست كنت بسمعه بتاع محمد تهامي، اسمه بودكاست بالظبط كده. كان بيتكلم ان انت لو عايز فعلا تشوف الباشن بتاعك فين، فشوف الشغلانه اللي انت هتتحرك او لو قدرت تشتغل فيها لمده 3 شهور من غير ما تقبض ولا مليم، هتبقى ايه؟ انت شغال فيها وما بتقبضش فلوس وتمام وانت مبسوط. في الوقت ده انت هتلاقي فعلا الشغف اللي انت بتدور عليه. احنا دلوقتي لو دخلنا مجال ايا كان المجال اللي انت اخترته ايه، والمجال ده انت ما انتش حابه،
او مش فاهم فيه بالشكل الكافي، او عايز لسه تبني عليه، هتلاقي نفسك بترجع لورا. لا، انت مكون نوليدج في حاجه معينه. ما ينفعش مثلا حد كمثال يبقى شغال طول حياته في مصنع ملابس ويجي يختار النيتش يقول انا هشتغل في لعب الاطفال. ما هو انت اصلا مكون نوليدج في حته معينه، انت ممكن النوليدج دي هتستخدمها في الحته الثانيه ان انت تطلع بيها النيتش بتاعك. لا، انا عندي برودكت هطلعه عشان الحاجه اللي انا اشتغلت فيها، او عشان انا النوليدج عندي في الحته دي. ما ينفعش حد ما يبقاش بيحب الرياضه، او ما يبقاش ليه اي علاقه بالجيم ولا عمره نزل جيم ويروح يفتح ستارت اب بتاعت لبس سبورت. مستحيل. هيعملها ازاي؟ هيشتغل شويه برضو مش هيحب ايه يكمل. واذا كان يعني واذا كان في حاجات بتطلع طفرات في وسط الحاجات دي، عادي، الناس بتشتغل وبتكبر وكل حاجه. ولكن في الاساس انت المفروض تبقى بتدور على الحاجه اللي فعلا هتخليك انت احسن، او الحاجه اللي انت تقدر تشتغل ايه فيها. ده اول جزء كنت محتاج اتكلم فيه قبل ما ندخل في النيتشز. طيب، احنا عندنا تايبس اوف نيتشز، او عندنا مجالات مختلفه في حياتنا قدامنا طول الوقت ممكن نشتغل فيها. كل مجال او كل حاجه قدامنا. الشاشه واضحه صح ولا؟ تمام. كل حاجه من الحاجات اللي قدامنا دي هي ممكن تمثل نيتش احنا ممكن نشتغل عليه. يعني ايه؟ يعني انا لو جيت مثلا اتكلمت في البروبلم سولفينج، او حاجه او مشكله انا بحلها، فانا ممكن يبقى انا شغال او بعمل حاجه في نيتش لمشكله عند الناس، او عند كونسيومر معين، او عند كاستمر معين. الحاجه دي انا بحلها له، والمنتج بتاعي قادر ان هو يحل المشكله ايه دي. ده نيتش، ده ممكن اروح له. حاجه ممكن اعملها ان انا يبقى عندي بروبلم او عندي مشكله، وانا النيتش بتاعي بيحل الايه المشكله دي. طيب، المشكله في النيتش ده ايه؟ المشكله في النيتش ده ان انت ممكن ما تلاقيش المشكله دايما. يعني ممكن يبقى قايم النيتش على شويه برودكتس بتحل مشكله معينه وخلاص المشكله خلصت فما كملتش حلها. كمثال الكورونا مثلا، لو انا كنت فاتح ستور بيبيع بس كمامات وحاجات ومعقمات للكورونا بس، فبالتالي انا لما الكورونا خلصت انا ما بعتش. فده مجال من المجالات، او نيتش من النيتشز اللي ممكن نشتغل عليها. زي الناس اللي استخدموا لازمه الكهرباء برضه مثلا الناس اللي راحت اشترت كشافات كتير جدا من الصين، ودي حصلت. هم اشتروا كشافات كتير جدا من الصين وحاويات والخ، وفجاه الحكومه قالت لك احنا خلاص مش هنقطع الكهرباء، يلا هينضموا لانديل خسائر انديل كده، هتتعمل لسته في وسطها. دي حته البروبلم سولفينج. ما هي دي اللي كانت بتحصل فعلا. طيب، دي اول جزء في النيتشز، او اول حاجه محتاجين نبص عليها. طيب، هل في مشاكل متكرره، او في حاجات متكرره فعلا ممكن اعمل عليها النيتش بتاعي؟ في حاجات متكرره، زي مثلا لو هعمل حاجه في الكوزماتكس لحب الشباب، هي مكمله معايا الى اللا نهائيه، فانا مكمل معاها، وقت ما تخلص انا هخلص. فدي برضو حته البروبلم سولفينج. طيب، عندنا الجزء الثاني، جزء اللايف ستايل. والجزء اللايف ستايل داخل قوي في حته الناس بتعمل ايه في حياتها. يعني انا مختار منتج او مختار حاجه الناس اوريدي بتستخدمها في حياتها، او عندها مشكله في حياتها فيها. انت بتبيع حاجه الناس بتستخدمها على طول في اللايف ستايل بتاعها. كمثال، انا بنزل كل يوم الجيم، فانا عشان بنزل كل يوم الجيم محتاج السترابس بتاعت الجيم اللي بمسك بيها الحديد، دي داخله في اللايف ستايل بتاعي. انا ممكن ابني النيتش كله على الجزئيه بتاعت اللايف ستايل بتاع الجيم وغيره. ممكن يبقى الناس عندها باشن في حاجه تانية، وليكن مثلا لو جينا اتكلمنا على حاجه زي لعب الكوره، فلعب الكوره مثلا الناس بتحتاج الكوتش الستارز والركبه عشان لو وقعوا والخ. ادي جزء تاني من اللايف ستايل الناس بتعمله كل يوم، او بتعمله طول الوقت، فدخلت معانا في جزئيه اللايف ستايل. طيب، خلصنا جزء اللايف ستايل ودخلنا في جزء الاندستري سبيسيفيك. اندستري سبيسيفيك يعني انا داخل
في جزئيه انا عارف انا داخل فيها فين بالظبط. يعني ايه انا عارف انا داخل فيها فين بالظبط؟ يعني انا مثلا في مجال الهندسه او الكونستراكشن او الجزء البنى، لو جيت لعمال البنى قلت لهم ان انا هقدم لكم الطاقيه بتاعه البنى والمعدات بتاع البنى اللي انتم بتحتاجوها في الموقع، كده بقى اندستري سبيسيفيك، وانا داخل في مجال فعلا انا داخل لناس معينه ببيع لها او لاندستري معينه. انا ممكن ما ابيعلوش الخوذه بس، ممكن ابيع له الحاجات بتاعه السيفتي، ممكن ابيع له الجاكيت، ممكن ابيع له الطقم الرب بالظبط. اي حاجه هتبقى داخله جوه الاندستري بتاعه الكونستراكشن دي هتبقى ايه تبعي. فكده انا عملت نيتش او اخترت نيتش فعلا قايم على الايه، على الاندستري. طب ممكن ابدا حاجه برودكت بيز، وبرودكت بيز دي داخله قوي في حته الدروب شيبنج. يعني انت بتبدا الستور بتاعك وشغلك وحياتك كلها برودكت بيز. عندي منتج النهارده بيبيع بكره ما بيبيعش. النهارده انا المنتج ده جايب منه مبيعات مليون، بكره انا جايب منه صفر. بتكسب فلوس ما بتبنيش بيزنس. لو انا يعني لو انا كده في كلامي صريح، هي صريحه جدا، هي بتكسب فلوس كتير وهتعمل منها فلوس ان انت تبني ستور بيزد على البرودكتس، جايب شويه برودكتس كتير ما لهمش اي 30 لازمه ببعض، ما لهمش اي علاقه ببعض. فهم ما لهمش اي علاقه ببعض. عملت منها فلوس فعلا، هتعمل فلوس كويسه، بس في نفس الوقت انت ما بنيتش بيزنس. ان معدل الريتنشن هيبقى عندك صفر، ما حدش هيرجع لك تاني. البرودكتس اللي عندك ما هيش معروفه هي رايحه لفين، بتصرف فلوسك فين، ما انتش فاهم انت بتعمل ايه. بس انت بيجي لك منتج، بتبيع المنتج، بتدور على منتج كويس تبيعه وشكرا، خلصت الموضوع. ده البرودكت بيز. طيب في نوع تاني من النيتشز اسمه البيهيفير نيتشز، والبيهيفير هو قايم على حاجه ليها علاقه بالسلوك بتاع المستهلك بتاعي. ولكن مثلا انا شخص بحب الكتب، فانا البيهيفير بتاعي ان انا بحب الايه، الكتب. فانا لو جه حد او لقيت ستور بيبيع كتب وبيبيع مستلزمات الكتب، الفواصل بتاع الكتب مثلا، او الاقلام والستيكي نوتس بتاعت الكتب بتاع، انا هبقى مهتم جدا بالستور ده. وعلى الرغم ان ده نيتش صغير جدا، الا ان هو من البلو اوشنز جدا. يعني هو من الحاجات اللي مش هتلاقي فيه منافسه عاليه. المنافسه فيه في ناس حيتان طبعا في السوق ده كبار جدا، ولكن الى حد كبير لا، هو الشكل ده كويس. الشكل ده بيعمل براند لويالتي بشكل كبير قوي، بيخلي العميل فعلا مهتم بالحاجه اللي هو عايزها. عشان هو انا مثلا لما بشتري كتب من عصير الكتب، فانا مثلا عصير الكتب بالنسبه لي لما بتكلم عليه ده مكان كويس وبيبيع وكده، فهو عامل لي براند لويالتي كويس اقدر اشتغل عليه بعد كده. مش بس بيرشز وانا داخل اشتري وخلاص كده خلصت الموضوع، لا ده في بيرشز هيستوري وفي ريتنشن وبيحصل معايا اول ايه باول. ده البيهيفير نيتش. ممكن زي برودكت الانمي كده. زي ايه؟ زي برودكت الانمي. زي برودكت، بس الانمي في حته تانية. الانمي مش بيهيفير. ممكن لا، هو مش لايف ستايل. لايف ستايل يعني حاجه بتتكرر كل يوم معاك. يعني انا لو لايف ستايل، فالانمي انا حاجه بكررها كل يوم. هو ممكن يخش ماشي في البيهيفير عادي، هو الكاستمر فعلا بيحب الحته دي. بس البيهيفير خليني اقول ان هي حاجه هو هيفضل على طول معاها. الانمي ممكن يكبر في السن شويه ويسيبها من وقت معين. او لوقت معين، لكن البيهيفير سلوك، هو سلوكه نفس السلوك ما بيتغيرش. تمام. بس برضو ممكن تخش معانا عادي، يعني مش هتقول لنا لا. وخدوا بالكم هي التايب اوف نيتشز، بس خليني اقول لكم اخر واحده واكلمكم عليها كلها. اخر واحده هي السيزونال نيتشز، وهي المجالات اللي بتيجي في السيزون. لو هنتكلم مثلا في السعوديه، فعندنا موسم البر. موسم البر اجمل موسم بالنسبه للميديا بايرز والكونتنت كريتورز وغيرهم، واكتر موسم بنتفحت فيه، عشان احنا بنجيب كل منتجات البر اللي جت واللي ما جاتش. اي حاجه ممكن تنفع في الصحراء بناخدها نشتغل عليها. ده بالنسبه لنا سيزونال ليتش، هي حاجه بتيجي بس سيزون. اشتغلت عليها النهارده، ممكن ما اشتغلش عليها بكره. اشتغلت عليها السيزون ده، ممكن ما اشتغلش السيزون الجاي عادي. بس انا عايز اقول لكم ان في ستورز كامله قايمه على السيزونال نيتشز بس. يعني هي طول السنه هي عندها نفس البرودكت ده. في حاجات رمضان وحاجات العيد فعلا. في ستورز في امريكا شغاله على حاجه الكريسماس بس.
وطول السنه هي بتبيع نفس المنتجات، بس هي البيك بتاعها قبل الكريسماس مثلا بشهرين. هي بتجيب سيلز السنه كلها في الشهرين دول، وشغاله بقى برنت اون ديماند وكل الحاجات اللي انت ممكن تتخيلها في جوه الحته دي هي شغاله فيها. بس ده سيزونال ايه نيتش. من مميزات السيزونال نيتش ان هو يعمل لك فلوس كتير في وقت السيزون، في وقت السيزون بس، لكن بعد السيزون هو مفيش ايه، مفيش مبيعات، او لو في مبيعات فهتبقى قليله جدا جدا جدا. لان انت مثلا لو عامل ستور لحاجات رمضان فانت مش هتعرف تبيعها بعد رمضان، هي خلاص خلصت كده في رمضان وشكرا. كذلك برضو في موسم البر، موسم البر حاجته بتتباع بعد البر بشويه، بس مش في نفس طلعت موسم البر ولا الشغل بتاعه. مصطفى يعني موسم البر على الشير موسم البر لو الناس مش عارفه فهو موسم في السعوديه بيجي وقته كده قبل الشتاء او وقت الشتاء. كل الناس في السعوديه عندها بيهيفير لطيف كده، ان هي بتاخد نفسها وتطلع الصحراء، تحط العربيه وتطلع من العربيه الجيمس بوتاجاز وتعمل قعده وتحط حاجه البر بتاعتها، البوتل بتاعته وخزان الميه وحاجته كلها. يعني ممكن تلاقوها في فيديوهات على التيك توك والانستجرام كتير بتتكلم عن الحاجات دي. زي القعده البدوي، بس هو يا باشا بيسحب عربيته الجي ام سي اللي هي الكبيره دي وياخد بعضه هو واصحابه ويروحوا يقعدوا فين؟ في البر. في البر دي في الصحراء، هم بيروحوا يقعدوا في الصحراء. تمام. اي صحراء بقى، اي صحراء تقابلهم. يعني على سبيل وخد بالك يعني هي بتختلف من بلد لبلد. يعني في الكويت مثلا انا كنت خميس، بعد يوم الخميس والجمعه والسبت انا بمشي في الشارع مش لاقي بشر، مفيش بني ادمين. هم فين؟ احنا في البر. بنرجع مين؟ بنرجع السبت المغرب. مفيش بقى خلاص، هم كلهم في البر. وبتكتر قوي موضوع البر ده وقت الشتاء، يعني مش هتلاقيه وقت الصيف، لان هم درجه الحراره عندهم لو طلعوا في الصيف في الوقت ده هيموتوا. وفي مثال على ده برضو هنا في مصر اللي هو الصيد. دي حقيقه. صيد السمك والكلام دوت، يعني شهر 6 شهر في مواسم للصيد هنا في مصر. اللي تصطاد بقى البحر ونطلع يعني الناس اللي شحات بتصطاد من الناس اللي من ضمن اللي هي الناس دي. بس محدش يروح يشتغل على ده اونلاين يعني الموضوع مش في اي حاجه بتبقى اونلاين. يعني الموضوع لا، هو انت ممكن تبني اونلاين، بس هتاخد وقت صعوبه شويه في ان انت تبني تراست، لان الموضوع بيبقى فيه شك زياده عن اللزوم علشان العدد اصليه ولا مش اصليه الحاجات، لان ادوات الصيد مهمه قوي ان الحاجه نفسها الجوده بتاعتها تكون كويسه. فهي مش حاجه سبوبه ان انا اخش اروح ابني متجر فيها وكده، لا. وهو خصوصا ان هو اصلا كل كوميونتي الصيد في مصر قايم على الجروبات وان هم بيشيروا نوليدج مع بعض وكده. هو ممكن يعني ده بما ان ده نيتش سبيسيفيك قوي اصلا، فانت مش هتعرف تشتغل فيه غير على الاسامي المعروفه فيه. يعني مش هينفع تجيب مكنه مجهوله الهويه وتبيعها اونلاين، مش هتمشي معاك حتى لو سعره رخيص. يعني برضو اللي بيشتغلوا في النيتش ده من ضمن الحاجات اي حاجه ليها علاقه بالتخييم او الحاجات اللي ليها علاقه بالهوايات شويه، بيركزوا دايما ان مش ان البرودكت يكون رخيص، ان هو يكون كواليتي جوده فعلا. وبالتالي مش هيفرق معاه سعر. يعني احنا في مكن في الصيد بيتباع ب 30 و50 الف جنيه، انا ما بجيبوش، بس في غيري بيجيبه عادي. هو بيطلع دي حياته، يعني هو بيطلع هو عايز مكنه كهرباء، عايز السمكه تطلع له، هو واحد حاطط رجله على رجله بيشيش، فعايز مكنه كهرباء ب 70 الف جنيه، هو حر يعني. هو هوايه لا عادي، هو عايز يبقى قاعد في البحر والمكنه الكهرباء. والله اصل في اعماق بنصيد فيها مثلا 200 300 متر، فانت عشان تطلع مثلا سمكه من 300 متر تتخانق معاها انت هتموت. فهو بالنسبه له بيلعبها كده. يعني انا خلاص انا هشتري مكنه، طب بكام مكنه الكهرباء؟ ب 70,000. ما عندوش مشكله يشتريها اونلاين، بيشتروها اونلاين من مواقع اوروبيه وبيشتروها من علي اكسبريس. ويعني ده نيتش سبيسيفيك قوي اهو، وبيشتروا اونلاين الحاجات دي بس ماركه معروفه. هو لو لقى براند مصري او لقى براند عموما سواء في الدول العربيه في السعوديه او في الامارات، لان برضو نفس الناس دي في البحر كل دوله فيها اغلب الدول اللي ليها شواطئ عندهم جزء من الناس زي البر بيحبوا يطلعوا صيد. يعني الامارات موجودين كتير. برضو في مثال على ده الحته بتاعت في الشتاء هنا موجوده برضو التخييم.
تخييم. الناس اللي بيروحوا الفيوم. مش في الشتاء بس والله، في الصيف يمكن وادي أقرب دجلة. مثال بس بالنسبة لنا. يعني الفيوم اكتر. عندك برضو موسم الساحل عندنا يعني موسم موسم الساحل بنسميه موسم الساحل. في حاجات يعني في الساحل مثلا بالذات، في تلاقي براندات بتروح تاخد اماكن اصلا اوف لاين، مش هتكلم اون لاين كمان، عشان 3 شهور ويمشي، وبيأجروا برقم ممكن بنفس الفرع اللي هو مأجره هنا حق 3 سنين، بس هو خلاص انا بشتغل كده. الله يبارك لك. عايزين زياره بس لو التقسيمه دي حلوه جدا يا مصطفى، الله يبارك شكرا جدا يعني بجد بجد انتوا بفكروا فيها. التقسيمه دي لطيفه جدا فعلا فعلا. لما تعرف البرزنتيشن بعد ما نخلص هنشيرها مع بعض. عادي تلاقوش. طيب حته السيزونال نيتشز دي او حته لا يا ربي البيهيفير نيتشز دي ممكن برضو نحط فيها حته الصيد، لان الناس بتبقى موهومه بالصيد الهوايه. ويمكن اقرب مثال بالنسبه لي شايفه هنا في مصر ستور اسمه شنطه رحاله تقريبا. الستور ده بتاع حد محترم قوي. شفت حاتم حضر معانا هنا مره. ما شاء الله عليه، انا بعزه جدا. انا بعزه جدا يعني، من الناس المحترمه. انا ناسي اسمه بس هو حضر معانا من قبل العيد. عامل نيتش الحاجات دي فيها فلوس رهيبه يعني. الجزء بتاع الموتوسيكلات اللي هي بتاعه الهارلي. الهارلي انا بشوف ناس بيصرفوا فيها مبالغ يعني. اللي عايز يتفرج بجد على الفلوس بتترمي في حاجات انت ممكن بالنسبه لك هو ايه، ازاي يرموا الفلوس دي هنا، يطلع على اول بنزينه السخنه الماستر السخنه يوم الجمعه الساعه 7 الصبح. بس هو ايه لا بس انا بتكلم هنا على نيتش. لو انت يعني مثلا الاكسسوارز بتاعت الهارلي دي بتبيع بطريقه متخلفه يعني. الناس اللي وبيشتروا مش عنده مشكله يشتري، بس هنرجع تاني نقول ايه، بيدور على البراند يعني. هو الهارلي ما عندوش مشكله يشتري مج مثلا كده يحطه في الجنب هنا يشرب بيه ميه وهو ماشي وليكن 5000 جنيه. هو مش ما عندوش مشكله في ده، بس انا عايز براند. انا مش هترست في اي حاجه. انا هضيف نقطه اخيره مصطفى يعتبر ذكرها، ان هي في بعض الحاجات دي هتلاقوها بتوفرلاب مع بعض يعني. هتلاقي بيهيفير وسيزونال، هتلاقي حاجه مع حاجه. ويفضل نصيحه جدا، اغلب الناس بتحاول وهي تبني المتجر بتاعها او تبني البيزنس بتاعها، وانا غلطت الغلطه دي يعني، اكون صادق في ان انت تبيع لكل الناس. ده اكبر خطا يعني يدمر اي بيزنس. انت لو تعرف تعمل اوفرلاب وتركز على نيتش صغير، زي المثال اللي انا قلته من شويه اللي هو جيم شارك قال لك وي دو جيم. هو ده كان السلوجان بتاع الكامبين اللي طلعت بتاعتهم. قال لك احنا بتوع جيم، احنا بتوع ملابس جيم بس. ليه؟ لان هبقى شير الفيديو ده معاكم على الكوميونتي. حتى كان الفاوندر بتاع، انا بحب الفاوندر بتاع اير بي ام بي شويه لان هو عمل بيزنس رهيب جدا. كان بيتكلم على ازاي تعمل 10x اكسبيرينس، ازاي تعمل اكسبيرينس قويه جدا للناس. قالك انت عايز الناس اللي بتحبك جدا، يعني عدد نوع معين من الناس يكونوا بيحبوك جدا، مش وايد. ما تفكرش ان انت يعني لو هتبدا ب 500 او 100 بس بيحبوا اللي انت بتعمله جدا، ده مع الوقت هيكبر البيزنس بتاعك، يخليك تعرف تسكيل بمدى رهيب. ليه؟ هتاخد منهم فيدباك، هتحسن الاكسبيرينس، هتاتراكت الناس. زي في الاي كوميرس، وهديكم مثال على ده ومثال ناجح جدا جدا جدا. الشركه وصلت مبيعاتها السنويا في 2023 385 مليون دولار، رقم رهيب. ووصلت قيمتها السوقيه لاكثر من 5 يعني أو مش عارف 5 ولا من 3 ل 5 مليار دولار، انا مش متذكر الرقم بالظبط. تخيلوا براند بيعمل ايه؟ براند بيبيع كولر. الكولر عارفين اللي هو البوكس الايس بوكس، اسمهم ييتي دوت. بروحوا دوروا عليه، دي كيس ستادي في الاي كوميرس رهيبه. ييتي دول عملوا ايه؟ ييتي عملوا حاجه بسيطه جدا. قال لك احنا بنبيع ايس بوكسز وكولرز للناس بتاعه الادفنتشرز، الناس اللي بتطلع مغامرات صحراء، الناس اللي بتطلع كامب. الايس بوكس الكولر دوت مش رخيص، بيبيع الايس بوكس الواحد ب 400 دولار، اللي هو الرقم اصلا حتى في امريكا انت مجنون. انت تشتري ايس بوكس ب 40 دولار سوري ب 400 دولار. بس الايس بوكس يعني لو شلته ورميته من الدور الخامس هينزل، مش هيحصل له حاجه.
من كتر ما هو هيفي ديوتي بيستحمل قوه تحمل. وقال لك احنا ومركزين على مين؟ الناس بتاعت الادفنتشرز والمغامرات. من كتر ما هم ركزوا على الناس ديت خلوا ناس تانية ملهاش في المغامرات قال لك لا انا عايز حاجه بالكواليتي. يعني انا نفسي ممكن ما اكونش بطلع مغامرات كتير، انا بحب اطلع هايكنج بس نظرا لاصابه مؤخره وعلاج كده ماشي فيه ما بقيتش اعرف اطلع. بس لو انا حابب فعلا اطلع بايس بوكس بحاجه هشتري الايس بوكس ده، لان هو فعلا كواليتي رهيبه رهيب. وهم بنوا دوروا على اسم يتي والكيس ستادي بتاعتهم، هتلاقوا ليهم كيس ستادي على اليوتيوب. من كتر ما هم ركزوا على اودينس صغير بعد خلال 3-4 سنين بتلاقوا الاودينس ده بيساعدك ان انت تريتش ناس تانية، لان هو خلاص انت بقى عندك ناس باشنت بتحب البراند ادفوكيت جدا. قال لك لا انا جربت يتي ويتي ده احسن كولر او احسن ايس بوكس تستخدمه. يعني اسف للمقاطعه ايه في حد يعني انا شغال في المفروشات كان في حد طلع هنا يعني في اسكندريه كنا شغالين في المفروشات بنشتغل في اطول الايات وشغال في حاجه هو عمل اكياس مخده بس يعني هو عمل كيس مخده بس وعملها الباك بتاعها بيبيع اكياس مخدات بس حلو ما شاء الله يعني كبر بشكل مش منطقي لما كنا بالنسبه لنا ما كانش منطقي ان هو يبيع كيس مخده بس باكل حلو وكياس خدات بس البيزنس بتاعه لحد دلوقتي ما شاء الله عليه بسم الله ما شاء الله. ما ده اللي انا اقصده ان انت ودي حاجه يعني انا في الاسي ده الاسي ده يعني حاجه زي مقاله او موضوع كبير كتبه حد اسمه كيفن انا نسيت اسمه كان اسمه 1000 ترو فان. 1000 ترو فان ده فعلا انا لما اتعلمت الكونسبت دوت في 2016 من انجح الحاجات اللي حببتني جدا. ده اسي موضوع كامل تقروه حوالي هو طويل شويه حوالي 8000 كلمه الموضوع بس موضوع فعلا هيوصلكم الكونسبت حلو. ال 1000 ترو فان ده ايه؟ اللي هو تبني يقول لك انت عايز تبني براند او حتى لو بيرسونال براند ان انت توصل ل 1000 واحد فان حقيقي. يعني ايه 1000 واحد ترو فان؟ يعني لو ال 1000 واحد دول لو انت بتبيع اي حاجه هيجوا يشتروها منك، بتبيع ايا كان هو ايه، بتقدم اي خدمه بتقدم اي حاجه ال 1000 دول هيجوا يشتروها. قال لك لو وده مش سهل جدا، في ناس عندها ملايين الفولورز وما عندهمش 1000 يعني ما عندهمش 1000 واحد ترو فان. فانت لو وصلت ل 1000 واحد ترو فان تعالوا ندي مثال بسيط. 1000 لو انت هتبيع منتج ب 150 جنيه اضرب 150 جنيه في 1000 انت واصل يعني بنتكلم كده في 150,000 في منتج حاجه ممكن تكون صغيره. فهي الفكره هنا ان انت لما بتيجي تبني دي ميزه بقى ان انت يو فوكس اون ذا نيتش علشان تكبر وتسكيل. زي ابل زمان، ما هي ابل زمان لما قال لك لا احنا هنركز على الناس اللي بتحب اللي هي اليوزر اكسبيرينس، بيحب الهاي كواليتي، بيحبوا الحاجات ديت. بصوا ابل دلوقتي عامله ازاي، بقت من انجح البراند. نفس الحكايه يتي، نفس الحكايه جيم شارك. امثله حلوه جدا 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 ان هو ركز على بس حاجه اودينس معين سبيسيفيك وبيعمل له كل اللي هو عايزه زي اير بي ام بي. انا مش عايز اطول انت عايز اقول حاجه كنت هضيف حاجه على يتي بس. الناس اللي عارفين بيستخدموا ايس بوكس عارفين ان اشهر شركه في العالم كولمان. اوكي يتي هم ارجعوا اربطوا بقى كلام حسني عن يتي بالبلو اوشن والريد اوشن. اوكي هم راحوا لعبوا في حته ثانيه، هم لعبوا في حته اوريدي. كولمان هي بتعمل اصلا الكولمان لكل الناس، يعني بتعمل ايس بوكس لاي حد، هي مش فارقه معاها انا ببيع. بس دول راحوا قال لك لا احنا الناس بتوع المغامرات اللي بيسافروا، وهتلاقوا كمان في الكيس ان اللي بيحتفظ بالبروده لمده 7 ايام وعندهم برودكت لمده 21 يوم. انت متخيلين الارقام ليه؟ علشان هم راحوا للناس هم عارفين دلوقتي البيهيفير بتاعهم ايه، وعارفين ان مفيش حد في السوق بيلعب على دول. فده كان اضافتي بس على الناس اللي بتشتغل بره وبتشتغل الحاجات دي لو عرفوا يجيبوا منتجات يتي ويبيعوها في السعوديه هيكسبوا ذهب، وانا واثق منه هيكسبوا ذهب. يعني بص المنتج ده انا عارف قد ايه الكواليتي بتاعته. انا نفسي انا هنا مصري وعايز اجيبه رغم ان هو يا ابني اسمه عشان يعني عايز اجيب الحوار ده. بس يعني دي حبيت اضيفها على حته اللي هي الاوفرلاب وان انت تركز على نيتش معين. بالظبط. انتوا كده النيتشز دي هتلاقوها زي ما قلنا بتوفرلاب على بعضها، يعني كل حاجه ممكن تكون جواها حاجه تانية. كل دول ممكن يعملوا فلوس، مش هكدب عليكم، اي حد ممكن ياخد اي حاجه من دول ممكن يعمل منها فلوس، ولكن هو يبقى عارف هو داخل يعمل ايه او داخل لمين وعايز يبيع له ايه. عايز يبيع له ايه دي احنا هنتكلم عليها في جزء البرودكت، بس داخل يعمل ايه هي دي المعادله اللي انت لازم تحققها. داخل تحل مشكله، داخل تبيع حاجه في سيزون وخلاص السيزون هيخلص، والله داخل عشان ناس معينه، الناس دي انت عارف ان هي مهتميه بجزئيه مثلا القرايه او الكتابه او ايا كان، فانت بتبقى عارف انت داخل ليه، وبعد كده بتحدد النيتش بتاعك، وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم تبدا تسمي عشان تخش تختار البرودكت ايه بتاعك. طيب
لما بنيجي بقى نعمل ماركت اناليسيس كده لطيف، او احنا اخترنا مثلا نيتش معين، خلينا مثلا اخترنا ادوات الصيد. فاحنا اول سؤال بنساله لنفسنا هو احنا هنبيع فين؟ يعني احنا كده رايحين نبيع فين؟ انا رايح ابيع في مصر، فانا هدور في مصر الناس اللي بتبيع نفس البرودكت بتاعي دول او في نفس النيتش دول مين. هبدا اليست او هلست الكومبيتيتورز كلهم، وابدا اعمل شيت صغير في اسم الكومبيتيتور وحجم او حجم الكومبيتيتور ده قد ايه. طيب حجم الكومبيتيتور دي قد ايه بتبان من كل حاجه ممكن تدخل تشوفها. بتبان من هو الانجيجمنت بتاعه او شكل الصفحه بتاعته عامل ازاي، الويب سايت الناس بترياكت ازاي، عنده فان بيز ولا لا، بيبان لك الاعلانات اللي مشغلها ولا لا من الاد لايبراري. كل حاجه بتبدا تحطها عشان تعرف المنافس اللي انت داخل في نفس النيتش بتاعه عامل ازاي. طيب انت لو في مصر هنا فانت هيبقى سهل جدا ان انت تخش على جوجل تكتب المجال او تكتب الحاجه اللي انت داخل فيها، وهتلاقي الناس اللي شغاله في نفس المجال. فتخش تلاقي شويه اعلانات عربي، شويه اعلانات انجليزي، شويه بخش برضو كده اتفرج. طيب اول بيزنس بنبص عليه هو بيزنس اسمه لوم نيتش متخصص قوي في الحاجات الحريمي. انا بس عايز ماشي كويس ان هو حمل بسرعه. هو واخد جزء الديودرنت والحاجات بتاع العنايه بالبشره ومزيلات العرق وغيرها، من الناس اللي عامله باكجز، وان انت تاخد باكجز بحجم معين وعامل برودكت بيج. يعني انا هفرجكم عليها دلوقتي. هي حاجه وهم، يعني حاجه كويسه. هو متخصص قوي في الحته دي وجايب كل البرودكتس عاملها في نفس الجزئيه دي. هو ده النيتش بتاعه، هو مش طالع بره الحته بتاعه الديودرنت والحاجات بتاعه المراه والكريمات والخ. لا هو متميز فيها قوي وعامل ايدنتيتي محترمه، عامل شكل كويس للموقع. مش محتاجه ابين لكم قد ايه هو لطيف يعني. هو خد النيتش ده والستور ده بقى له فتره شغال، مش شغال النهارده او امبارح، لا ده بقى له فتره طويله. ومن انجح الحاجات اللي ممكن تشوفها في السكين كير. ولو انت فعلا شغال في السكين كير وعايز تبص عليه فانصحك تاخد منه ريفرنسز، وخش اتفرج على الاد لايبراري بتاعه، وخش اتفرج على البرودكتس اللي هو بيقدمها وغيرها، هتنبسط بيه جدا. فده اول حاجه يعني كنا محتاجين نبص عليها. هو برضو داخل في حته ان هو بيحل مشكله، مش ما بيحلش، لا هو متخصص على الستات وعلى المشاكل اللي بتواجه الست في حته معينه. ودخل حته اكتر، لا انا هحل لكم مشكله العرق او هحل لكم مشكله الاماكن الحساسه او البشره او فهو دخل في الحته دي وتخصص فيها ومكمل فيها لغايه دلوقتي. ممكن اضيف نقطه. هو هنا لوم في حاجه جميله في لوم تحديدا، ان هو عمل البلو اوشن بتاعته ازاي. ان هو الكوزماتكس، كل الناس عارفه ان الكوزماتكس والديودرنس عموما هي ريد اوشن، هي فعلا تذبيح رقاب فيها. لوم عمل حاجه لطيفه، ان هو اول ما طلع قال لك انا ديودرنت وللسيدات فقط، وليها علاقه ان هو بيتفادى حاجات تاثير على الجلديه وتاثير كذا حاجه كده في البشره نفسها، ما بيأثرش على البشره، خالي من الالومنيوم، خالي ومركز جدا خصوصا للمراه والسيدات في الديودرنت بس. وطلع بمنتج واحد، يعني انا فاكر اول منتج طلع بيه هو منتج واحد ديودرنت نوع واحد بس، وقعد على كده سنه كامله، يعني سنه كامله هو منتج واحد. الماركتنج بتاعه كله مركز على منتج واحد. كان ليهم الاعلان ده جاد فايرال، كان انتشر فايرال قوي من حوالي 4 أو 5 سنين، اتعمل له فيديو حلو جدا، كان من انجح الاعلانات اللي اتعمل لها فيديو. وبناء على ده لما عمل فاليديشن ولقى ان خلاص في ديماند عالي على ده، وان ده كويس، وخلاص بقى الريد هو بقى البلو اوشن، ان انا مركز انا مش بس ديودرنت، انا ديودرنت وللمراه، وبتفادى الحاجات اللي هي المشاكل الفلانيه دي، انا الوحيد اللي بعمل الحاجات دي بشكل حلو جدا. ده ادى بوزيشننج ليه كويس، وخلى الريتنشن والسيدات اللي بتتعامل معاه حابين البراند جدا. زي ما هو في الموقع لاحظتوا تحت تلاقوا التستمونيالز بتاعتهم رائعه، يعني يعني البرودكت صفحه البرودكت بتاعتهم ممتازه زي ما مصطفى قال، بس خشوا اقروا التستمونيال، خشوا شوفوا فيديوهات التستمونيالز بتاعتهم
فعلا من انجح الاستراتيجيز اللي اتعملت في الحته. كل ده فيريفايد بايرز والناس كلها بتشكر في لا هو كمان شوف يعني شوف مش بس المكتوب، في شوفوا الفيديوهات، شوفوا الحاجات اللي هي السكشن على انستجرام لما بيشيروا تستمونيالز، لما بيشيروا حاجات، هو فعلا تحفه جدا. فدي ده احد البراندز اللي انت تشوفها ازاي انت داخل ريد اوشن ممكن تركز بان انت ركزت يعني ممكن تاخد ان انت تركز على اودينس معين وعلى سيجمنت معينه تبني فيها البلو اوشن بتاعتك وتقول انا خلاص انا بتاع الحته دي. وده باي ذا واي خلاهم ان في منافسين ليهم بعد كده بدات تحاول تقلدهم وبداوا يحاولوا يخشوا في نفس الحته، بس خلاص هم بقوا الماركت ليدر في الحته دي. دي حقيقة بقوا ماركت ليدر وطالعين كمان بافكار اللي هي بتاعت الباكجز والحاجات دي كلها لسه جديده عشان وفي امريكا عاملين سبسكريبشن بالظبط. سبسكريبشن عاملين، لا هم عاملين شغل محترم قوي بصراحه. الستور التاني برضو اللي مركز على حاجه صغيره قوي وعامل نجاح بره كبير قوي، ستور اسمه دارك بوكس، اسمه بارك بوكس. بارك بوكس مركز اكتر على الحاجات اللي ليها علاقه بالدوجز والحيوانات الاليفه. هو داخل برضو في مجال برضو يعني ما شاء الله المنافسه فيه بره قاتله. بس هو قدر بشكل ما ان هو يخلق مع العميل كده علاقه عاطفيه ويقول له ان احنا هنوصلك الحاجه كل شهر وان احنا مهتمين بالكلب بتاعك اكتر من اي حاجه في الدنيا وواتش اس وتعالى زورنا والدنيا جميله. فده برضو من الحاجات اللي خد نيتش معين قوي ودخل ركز عليه ونجح فعلا ان هو يبني ايدنتي كامله او يبني سبيسيفيك نيتش عليه كل حاجه يعني. طيب في جزء تاني بتاع حد نعرفه برضو، وعليه جدال كتير لسه الخناقه ما خلصتش. تشام بي اللي هو شيري اند بيري. تشام بيري طالع برضو على برودكت او تو برودكتس تقريبا، فهو طالع مينلي برودكت بيزد، داخل في منافسه قاتله مع حد قاتل، فداخلين الاثنين بيبيتوا في نفس الحته. بس برضو قدروا في وقت قصير ما شاء الله ان هم يحققوا نجاح كبير ويعملوا فعلا مبيعات ضخمه البراند ده. وقدروا ان هم فعلا يبنوا براند من منتج او منتجين هم بيبيعوهم، ما كترش في البرودكتس ولا عمل 100 برودكت عشان يخش يبني البراند بتاعه، لا هو 1 او 2 برودكتس كتير وبنى عليه الايه البراند. طيب عندنا فيت فور لايف من البراندز او الحاجات اللي عرفتها من بودكاست تهامي. فيت فور لايف بيتكلم مينلي على ازاي يعني تخلي نفسك طول الوقت فيت او تخلي نفسك كويس بالسباحه بس. يعني انت السباحه بس قادره ان هي تخلي حياتك كلها كويسه، السباحه بس قادره ان هي تخليك طول الوقت نشيط وتحسن من عضلات ظهرك والخ. الستور ده كله مبني على الباشن او على الشغف الشخص اللي بنيه. هو شخص بيحب السباحه، بيحب يمرن سباحه وبينزل بنفسه لغايه دلوقتي يمرن الناس سباحه. لما جه يبدا فكرته او يبدا البيزنس بتاعه فبناه على الموضوع ده، بناه على السباحه وخلاص انا خدت البيزنس موديل ده وهكمل عليه الى اللانهائيه يعني. والحمد لله برضه هو محقق نجاح كبير. وممكن تسمعوا البودكاست اللي كان بيتكلم فيه عن فيت فور لايف، هو بودكاست لطيف جدا وهتستفيدوا منه. اخر براند هنتكلم عليه او اخر حاجه نتكلم عليها ريك راك من البراندات اللي انا شفتها وهي طالعه وشفتها وهي بتجروس بشكل ضخم ما شاء الله. في الاول ما كانش عندهم كم المنتجات الرهيب ده، كان عدد المنتجات صغير، واحده واحده عدد المنتجات كتر، بس هم اللي بيفكروا اكتر في الناس اللي دماغتها تعبانه زي دماغي كده لو انا بنايم، وزي المخده اللي هي بتبقى دماغك عليها وانت نايم، ازاي تبقى مرتاح وانت قاعد. حتى التستومينيالز والحاجات اللي حاطينها كلها اغلبها عن الراحه. براند
ما اقدرش اتكلم عليه للاسف هنا في السيشن، ممكن اتكلم عليه بعد السيشن. لكن هو فعلا من انجح البراندز اللي شفتها، واللي خدت حته معينه او خدت نيتش معين، وبدات كمان تكبر في الحتت وتدخل برودكتس جديده وتشتغل عليها وتطلع سيجمنت جديده تطلع لها البرودكتس دي. ده ريك. دول سكسسفول نيتشز بزنس. زي ما احنا اتكلمنا على التايب اوف نيتشز، واتكلمنا على اهميه عامله ازاي، كان لازم نشوف حاجات ناجحه فعلا قادره ان هي تطلع بالشكل ده. في ناس برضو محققه نجاحات واخده فعلا بلو اوشن قوي جدا. لا، لوم ودارك بوكس مش جوه مصر. بارك بوكس ماشي، كويس ان انا خدت بالي، تبقى غلط. دول بس اللي مش جوه مصر، الباقيين جوه مصر. في سكسسفول نيتشز كتير هتلاقيها جوه مصر، وناس فعلا عامله براندز بشكل قوي ومتخصصه في مجالات محدده قوي قوي قوي. منهم واحد صاحبنا اسمه طارق، عامل برضو داخل في نيتش كويس قوي صغير كده، وبيبيت فيه لوحده. انا ما اعرفش، ما اتكلمتش على حد. ده في صغير كده لوحده بديل عايش فيه. ما تتكلمش عن حاجات والله لسه بيقول لي ما عندوش بديل انت اعلى من كده يا طارق كتير. بديل لوم هنا في مصر في شركه جميله جدا اسمها نفرتياري، برضو بتعمل منتجات ديودرنت طبيعيه وصابون طبيعي وحاجات طبيعيه والكلام ده. اغلب السيدات يعرفوها اكتر، بس هي حلوه. حتى بتعمل منتجات رجالي والكلام دوت وكده، وبيعملوا حتى زيوت للشعر وحاجات جميله جدا مفيده. منهم الديودرنت بتاعهم. يعني انا كحاجه لوكال، انا كنت بدور على حاجه ديودرنت خالي من الالومنيوم، لان دي مهمه جدا بالنسبه لي ان انت تجيب ديودرنت خالي من الالومنيوم. والوحيد اللي لقيته مصري اللي بيقدم دوت هو نفرتياري. في غيره بس مش بالجوده بتاعت نفرتياري. دول لسه شاريهم من يومين ومفيش اي علاقه، ما اعرفهمش، ويعني ده فري بروموشن اليوم لان المنتج بتاعهم عجبني بس. وده ديودرنت لطيف حلو، حتى مش ميه، لا هو السوليد اللي هو انت بتعملها ببكره بتطلع. انا بحب ده اكتر من الميه، علشان في السفر المفروض انت مسافر ما تاخدش حاجات فيها سوائل الا بحاجه هو زي الاستيكه كده اللي هو بتستخدمها. فلو انت مسافر اصلا على الطياره والكلام ده، المفروض ما تاخدش حاجات فيها سوائل بمعدل كبير، تبقى ازاز صغيره. فده طالما هو سوليد مسموح تعدي بالكميه بتاعته. هو بس في نقطه، احنا شايفين دول هم كبار، يعني انتوا بتبصوا دلوقتي للصوره والناس دي كبيره بتدخل ملايين، عندهم تيم اوبريشن كبير، عندهم مخازن، عندهم مصانع. بس يا جماعه الناس دي لما بدات ما كانتش كده. طيب منتج او اتنين بكتير بالظبط. يعني انا في ناس انا عاصرتها في يعني براندين من دول، هم فعلا كانوا بيجيبوا منتجات من الصين، كانوا بيصنعوا 2 برودكت، وكان في يعني حد منهم بيصنع 1 برودكت، واحده بدا يسكيل على ده. فما تفكروش الموضوع ان انا عشان ابدا فلا دي كلها تكاليف وهجيب فلان يعمل. الموضوع مش كده، الموضوع مش بالشكل ده. هنرجع برضو يعني نقطه مهمه في هنا، انه انت ممكن تطلع براند من اي حاجه تتخيلها. يعني شيرين بيري قبل ما يطلع ما كان موجود برودكت للسيدات على فكره، في يعني كل انواع الماركه اللي ممكن تخيلوها كانت موجوده في السوق، والصيني والمضروبه يعني الموضوع ما كانش وداخل فريد اوشن بالمناسبه. يعني هو ما كانش داخل في بلو اوشن، بس هو قدر بالكواليتي بتاعته بشويه، او الستوري اللي هو بناها على البرودكت بتاعته، قدر ان هو يوصل للناس. الباقيين كانوا بيبيعوا مجرد بيع، يعني اللي هو انا اصلا يعني مثلا اشهر حاجه اللي هو ناسي اسمها دلوقتي مين؟ براش؟ لا مش بتكلم على المصري. يعني مثلا اي ايه بيبي ليس مثلا، هم بيبيعوا برودكت الناس كانت بتشتريها لمجرد ان هم محتاجين البرودكت ده، بس هو ما يعرفش ايه القصه اللي وراها، مش فارق معاه اصلا. هم جم عملوا ستوري مميزه بالنسبه لهم، طلعوا باعلانات، الناس حست ان هم مصريين زيهم. طب انا ليه وفرق السعر اللي كان حاصل برضو، فالناس بدات تشتري. اللي كان بيتكلم هنا دلوقتي عن الكوفرتا او المخدات او يعني غطا مخده. يعني مين يتخيل ان في براند يطلع غطا مخده ويكسر السوق زي ما بيقول؟ فالموضوع مش صعب، هو محتاج تفكير وتست. يعني تست اهم حاجه، تفكير وتست. انا بس يعني دي حاجه جت في دماغي، لان انا في وقت من الاوقات كنت زيكم كده، وياه ده انا لسه هجيب تيم واعمل. الموضوع مش كده خالص. اتفضل يا مصطفى.
طيب دي نجاحات صغيره. انت ممكن تلاقي بيزنس كتير جدا واخده نيتشز معينه فاتحه حواليك، وانت ما انتش عارف البيزنس دي بتعمل ايه او شغاله على ايه، بس هي ناجحه في الحته اللي هي فيها، وهي مخصصه نفسها. زي ما قلت لك مثلا شنطه رحاله بدات بيه، شنطه رحاله مخصص نفسه في الحته دي وما بيتبيعش غير الحاجات بتاعه شنطه رحاله يعني، ومركز في نيتش الرحاله والحاجات اللي الخيم والقصص دي كلها. فهو مخصص نفسه في الحته دي وعامل فيها النيتش بتاعه ومكمل فيها الحمد لله لغايه دلوقتي بشكل كويس جدا يعني. حد عنده سؤال اول قبل ما ننتقل للجزء الثاني من النيتش؟ عنده سؤال ينفع ايده عشان ياخد المايك. any questions؟ الناس تمام معاك. تمام زي الفل، ده حاجه عظيمه جدا. بالنسبه يعني زي ما محمد قال لك كده ان الامور يعني مش كبيره جدا، تقدر صغيره، بس في ظل الاوضاع الجمارك عندنا واسعار العمله والتحديات، يعني انت دلوقتي ممكن تعمل اتفاقيه وتبعت مثلا معاك مبلغ عملت منتج خاص بيك، وبعد ما ظبطت كل ده انت عمال ما تجيبه بس ممكن كل ده يضرب في وشك. دي حقيقه. فالحته دي بقى في الوقت الحالي بص خليني اقول لك حاجه. انت لما بتختار نيتش انت بتعرف السوق اللي انت داخل فيه. ممكن بس السوق. اعيد السؤال عشان التسجيل. انت تقصد ان هو الجمارك ممكن تاثر على ان احنا ظروف بلدنا في الوقت الحالي. تمام. في العادي انت ممكن تعمل دراسه جدوى وتظبط امورك وتختار منتج معين. انا مثلا هخش هعمل زي دول كده وهختار بص. منتج واحد وهعمله، بس عقبال ما دخلت في التصنيع والاستيراد وكده 3-4 شهور حصل تعويم. هي انا هرجع لنقطه معينه، انا بس هكرر السؤال بتاعك ان هي مشاكل اللي هو ممكن تحصل بسبب الجمارك او بسبب يعني محدوديه السوق المصري، ظروف البلد والحاجات دي كلها. بس انا هجاوب على جزء صغير ومصطفى يكمل الباقي، لان انا عارف مصطفى هيخش في الجزئيه ديت. المفروض وانت بتعمل الريسيرش بتاعك والماركت اناليسيس والكومبيتيشن اناليسيس كل دوت لازم تراعي الحاجات ديت معاك وانت بتعملها في دراسه الجدوى. ما ينفعش تبقى انت بتعمل دراسه الجدوى بتاعتك من غير ما تركز ومن غير ما تحط الاعتبارات دي معاك وانت بتعملها، ان انت ممكن نسبه الزياده لو حصل تعويم تاني هتبقى تعويم بنسبه قد ايه. يعني هو مثلا هدي لك مثال، ناس كتير حاليا في 2024 وهي بتجهز للفوركاست او الشغل بتاع النص التاني من السنه اللي هو خلاص اوريدي بدا، قال لك انا متوقع ان في يبقى نسبه تعويم ممكن تحصل تاني. هي مش تعويم كبير، قال لك نسبه اللي هي انخفاض الجنيه ما بين 15 ل 20%. طب انا دلوقتي عندي 48، يبقى انا عامل حسابي ان خلال ال6 شهور الجايين انا ممكن الجنيه ينزل يبقى مثلا 55 او يبقى 60 ماكسيمم. فوانت بتعمل دراسه الجدوى، انا هخلي مصطفى يكمل الاجابه عليك في حته السبلاير والموردين لان هو هيخش في الجزء ده بعديه. لكن وانت الفاينانشالز بتاعتك لازم تراعي ده، نسبه اصلا نقص الجنيه. طبعا مفيش بيانات صريحه بتقول ان هو هتبقى بنسبه 15 ل 20، بس المتوقع كل التوقعات بتقول ان هو في الرينج ده. فاتليست انت لازم، او على الاقل انت لازم تامن نفسك بالنسبه دي في الفاينانشال بتاعتك وانت بتعمل دراسه الجدوى. ليه؟ علشان ما تتفاجئش، تبقى انت داخل خلاص انا مستعد، انا عامل حسابي في دراسه الجدوى بتاعتي ان في انخفاض بنسبه كذا، فالتسعير بتاعي هيكون بكذا، تعاملي مع الموردين كذا. لو البرودكت اتعمل له فاليديشن وخلاص اتاكدت ان البرودكت بيبيع، ممكن تشتري سبلاي اكبر من دلوقتي. فهنا دي لازم تحطها في حتى لو بدا هيبقى ليها برضه عوامل معينه. بالظبط، ده اللي انا اقصده. ليها مليون حل غير الحل ان انت تستورد فتستنى ان الحاجه تطلع. لا، في حلول كتير قوي ممكن يلجا لها تحل المشكله دي. احنا كده داخلين لها، يعني احنا كده جايين. مصطفى بقى هيكمل في الحته دي. حد عنده اسئله تانية في جزئيه النيتش؟ محتاج يسال اي حاجه، محتاج يختار النيتش بتاعه نختاره واحنا واقفين بالمره. خلينا تمام، خلي طيب. الاسئله في وقت الاسئله في الاخر. احنا كده عاملين وقت للاسئله في الاخر، بس يعني عشان نسكبها. طيب نيجي بقى للجزء ازاي تلاقي وينر برودكت، او ازاي تلاقي منتج ناجح، او ازاي تلاقي برودكت كويس تشتغل عليه في شغلك وفي حياتك وتعمل منه فلوس كتير والجزئيه دي كلها. خلينا الاول قبل ما اتكلم ازاي تلاقي منتج ناجح، خلينا نقول ايه تعريف الناس عن الوينر برودكت، وخلينا اسمعكم. يعني انا عايز اسمعكم كل واحد كده يقول لي من وجهة نظره ايه هو الوينر برودكت. حد هيتكلم؟ بعد اختيار ماشي. النيتش ايه بعد هو اختيار بتعريفك؟ الوينر. يعني انت خلاص اخترت النيتش وتمام والسوق ده هتشتغل فيه، ايه تعريف المنتج الناجح معاك؟ قول يا عبد الله. اي اعلان بيشتغل، اي اعلان بيبيع. اي حد يعمل اعلان انت هتشتغل، مش
من وجهه نظر ممكن اقول استهداف حاجه. غلط صح مش تمام. طب واحدة اتفضلي واحدة بس. اتفضلي يا امير. منتج بيحقق احتياجات الشخص اللي عايز يشتري. اوكي، فلوس وكذا. مين تاني؟ تمام قول. منتج منتج بيحل مشكله عند عميل، تمام ماشي، تكلفه بيعه رخيصه الى حد ما، ونسب تسليماته كويسه. ففي الاخر بعد عمليه التستنج احنا لقينا ان البرودكت ده احنا كسبانين فيه بروفيت محترم، فنقدر نحدد ان ده وين كويس. ماشي. تمام. الايه؟ الطلب بتاعه الطلب الديماند بتاعه عالي. في السوق. كذا عامل عامل عوامل مش عالي. الايه؟ المنافسة مش عالية. ماشي. المنافسه مش عاليه في تمام تمام. طيب ايه تاني؟ معروف سعر بيعه، سعر بيعه مش ثابت عند كل الناس بتبيعه بنفس الرقم، يعني معروف البروفيت بتاعه، ان انا سعره عند كل الناس كده انا آه. بقول. تمام. طيب. اللي هو مش منتج يعني منتشر او اللي هو بتقول عليها كوموديتي اللي هي منتج جديد عند العميل، بس في فكره مختلفه في طريقه بيعه. يعني مثلا لو كريم لحب الشباب، بس الكريم اللي طالع جديد ده في طريقه في ماده معينه جديده مش في السوق خالص، هي دي اللي اظن تمام. ماشي. طيب مين تاني؟ اتفضل. اول حاجه ان هو يكون منتج بيحل مشكله، بيحل مشكله. تاني حاجه ان هو يكون منتج فيه ستوك كبير منه، ستوك كبير. اقدر اشتغل براحتي واسكيل براحتي. تمام. تالت حاجه ان هو يسهل شحنه، يسهل شحنه. يسهل شحنه. صعوبه بالنسبه لي في حته الشحن. تمام. الثلاث عوامل دول متوفرين واقدر اشتغل براحتي. جود جوب. والله ينور. يعني الله ينور. اولموست. عوامل كويسه. سهل التأكيد بتاعه في وقت قصير، ايه؟ ما يكونش ان انا سهل ان هو يعمل له كوبي بسرعه. كوبي بسرعه. تمام. في بارير انتري مثلا يكون وقت او المنتج ذات نفسه او هكذا حكايه معينه المفروض الكومباتيتور ده مش هيقدر ان هو يوصل لها في نفس الوقت اللي انا بخلص فلوس. تمام. وجهه نظر برضو ده عامل حلو. مين تاني؟ وكله اجمع ان هو يحل مشكله. حل مشكله العميل لان اغلب الفيديوهات اللي انت ما بتحلش مشاكل. هو منتج بيحل مشكله اصلا موجوده بس ما حدش ممكن يكون غطاها بشكل كافي. زائد ان هو يعني قبل ما انت تاخد المنتج بتعمل حاجه دي بصعوبه، بعد كده بقى واو. تمام. اوكي تمام. انا بس استفسار عشان السؤال ده كذا طريقه. هو انا الوينر ده بالنسبه للماركتر ولا للبيزنس. يعني هنا للبيزنس. اي بيزنس بقى؟ ممكن يكون مثلا لو حد بيبيع كتب فهو ممكن يكون ما بيحلش مشكله اصلا. ممكن يكونش بيحل مشكله عادي. مش كل المنتجات زي ما وضحنا زي ما مصطفى وضح في انواع النيتشز. مش كل المنتجات، انا اسف للمقاطعه، مش كل المنتجات بتحل مشاكل. في ممكن منتج يبقى لايف ستايل زي ما وضح مصطفى، بس هي الفكره نفسها احنا بنسال من وجهه نظركم ايه هي عوامل اللي تقول ان المنتج ده ناجح؟ سكيلابل وبروفيتبل، محقق ربح وتعرف ومخزون كبير، صح؟ اوكي تمام. ماشي. انا شايف ان الونكس برودكت اللي بيقدم وين وين سيتويشن، يعني هو العميل كسب والشركه برضه كسبت، هو تمام. ضاف فاليو للعميل وضاف برضه فاليو للشركه، وبيطلع يتكلم عليها بشكل كويس وان هو حقق. جميل جميل. مصطفى كمل. طيب اسمع بس اخر حاجه. قول يا علاء. انت رفعت ايدك. انا هخلي علاء بس عشان ده اكتر واحد ممكن يتكلم عن الموضوع ده. اتكلم قول. الوينر برودكت عامه هو المنتج اللي اقدر اجاوب في 10 ثواني. خلصت خلاص. المنتج اللي تقدر تبيعه في 10 ثواني ده الوينر برودكت. لا يعني هو اكيد لا بس هو بقى الفكره في ال 10 ثواني ايه؟ الفكره في ال 10 ثواني ان انا خطفت عليه في الادز ودخل وعمل اد تو كارت ودخل التشيك اوت واشترى من غير ما يفكر. فخد الكرايتيريا سواء بقى برايسنج هو في السويت سبوت برايس بتاعته، سيزوناليتي هو في السيزون بتاعه، احتياجه هو في الاحتياج بتاعه، كاد كتارجتنج وايز هو طالع للشخص المناسب، كايج هو رايح للحد المناسب. فهي الفكره كلها ان هي الكرايتيريا دي واسعه قوي على قد ما الكلمه صغيره قوي. انا حابب اوضح حاجه. اللي تقدر تبيعه في 10 ثواني يمين تشتغل فيه هو ده الوينر برودكت. بس دي اسمها وينر ماركتنج بلان مش وينر برودكت. ثواني. عملت كل الستبس ثواني. صح وبعت. ثواني يا اميره، بس انا حابب اختلف معاك شويه يا علاء لاسباب كتير. لان في منتجات كتير الباينج ديسيجن بتاعتها او قرار اتخاذ الشراء فيها بياخد وقت.
زي مثلا، واكيد عبيده وانتوا عارفين دوت في الكراك، ده منتج استحاله انا بقول يعني واحنا عارفين دوت ان انت تخش تشتريه من اول سيشن. انت محتاج تخش الموقع من 10 ل 15 مره علشان ايه؟ خلينا افرق لك حاجه صغيره. في فرق بين الوينر برودكت از وينر برودكت، وفي فرق بين الفاست موفينج برودكتس. هنا احنا رحنا منطقه ما انا متفق معاك. هي انا كبلان بقى او كماركتنج بلان او ك وات ايفر ات از، انا رحت هنا للجزئيه بتاعه الفاست موفينج برودكتس. المثال بتاع ريكراك بيبلا اي مكان بقى اسم مثلا خلينا نقول مثلا شيري بيري بس اي مكان اسم البراند ايه. انا هنا في حاجات بتاخد وقت علشان اخد فيها قرار. تمام؟ الحاجه دي انت بتبيع منها كتير. هل ده وينر برودكت از وينر برودكت ولا هو فاست موفينج برودكت؟ لا، هو فاست موفينج برودكت، ما هوش وينر. وينر هنا انا ببيع المنتج ده بسرعه جدا لدرجه ان انا ممكن اخلص الستوك ما اكررش منه تاني. هي دي وجهه نظر، بس هي برضو انت ممكن تلاقي منتج ويننج وبينجح معاك بس هو ما بيتباعش بسرعه. هنا ما بيبقاش ويننج. لا يعني انت ويننج انا اقصد هنا ويننج في عوامل ثانيه. ايه؟ هنا بقى ايفر جرين. دي وجهه نظر. لا دي فهمت. انت مفرق هنا الاثنين ان ده فاست وده فهمت. حلو. فهمت قصدك. عشان برضو الناس اللي ما سمعتش علاء، الحته دي حلوه قوي، هو كويس ان هو فرقها بالشكل ده، ان انت منتج سريع في بيعه ومنتج هو كويس وستيبل وبيبيع بس مستمر معاك، مش بيخدم يعني ما بيبيعوش بسرعه. ده ممكن زي ما علاء قال كده تبيعه 10 سنين 15 سنه، هو منتج مكمل. والمنتجات المكمله اللي هي الايفر جرين اللي زي ديت برضو باي ذا واي انا بحبها شويه لحته ان هي بتدي ستابيليتي للبيزنس. انت ممكن يبقى عندك منتجات فعلا سريعه تخلص بسرعه، دي هتساعد ان انت تعمل فوليوم وتحقق فوليوم منها. وفي منتجات تانية هي بتبيع بس بمعدل اقل شويه، بس ميزتها ممكن المارجن بتاعها اعلى، فبتدخل فاينانشال ستابيليتي، الاستقرار للبزنس بتاعك بشكل احسن. كمل مصطفى. خليني قبل ما اتكلم على جزء النقاش الجانبي ده كان لطيف. النقاش الجانبي ده جميل والله. خليني قبل ما اتكلم على جزء الوينر برودكتس، احنا عايزين نفرق ما بين حاجتين. عايزين نفرق من ان احنا بنبني براند فاحنا هنختار برودكتس معينه، او ان احنا هنشتغل ريتيل بس، او ان انا هجيب برودكتس فاطلعها وخلاص وشكرا. طيب ان انا ابني براند، انا مش ببقى بدور على وينر برودكت، انا ببقى بدور على حاجه تانية اسمها الكاستمر. يعني ايه؟ يعني انت لما تيجي تبني براند وتختار النيتش بتاعك، انت بتدور على الكاستمر اللي هتبيع له مين، وعلى اساسه بتبدا تبيلد البرودكت بتاعك او تصنع او تجيب البرودكت بتاعك اللي هتبدا تشتغل ايه عليه. وفي حاله ان انت جبت البرودكت بتاعك وبدات تشتغل عليه، فهو بيخش معاك في جزئين. جزء ان هو بيبقى منتج زي ما علاء قال كده ايفر جرين، يعني شغال معايا على طول، وجزء ان هو بيبقى فاست موف او بيتحرك معايا بسرعه، او ممكن يبقى سلو موف بيتحرك معايا ببطء ولكن عندي الريتنشن فيه عالي. يعني ايه عندي الريتنشن فيه عالي؟ يعني انا عندي منتج هو بيتحرك ببطء، الناس يعني هو يا سيدي بيتباع كل شهر مره، بس انا عندي كل شهر نفس الكاستمر بيخش ياخد نفس البرودكت مره تانية يشتريه. طيب طلعت منتج ايفر جرين، يعني منتج بيتباع عندي في البراند اللي انا بنيه طول الوقت هو بيتباع، مش لازم يتباع كل يوم 1000 قطعه، بس هو ممكن يتباع كل يوم 10 قطع ومستمر معايا لمده سنه على نفس ال10 قطع اللي بتتباع. ستيبل بالظبط كده، مش هيجي مره ويقع مني. وانس ان هو داون، فانا هبقى عارف ان في حاجه حصلت خلته الداون، منافس طلع جديد، برودكت طلع احسن حاجه حصلت anyway مثلا، او اوبريشن او كواليتي حصل فيها مشكله او anyway اللي هيحصل ايه. بس انا عندي في الجزئيه دي منتج ثابت معايا وماشي، ده وانا ببيلد البراند بتاعي او انا بختار بعمل سيلكت للبرودكتس بتاعتي. طيب المنتج الفاست موف ده اللي ممكن نشبهه بالوينر او نقول عليه وينر، لان هو منتج بيخلص بسرعه جدا، بجيبه ويخلص واجيبه ويخلص. وده بيحصل في براندز كتير، في منتجات كتير، في براندز كتير قايمه بس على ان هي عندها شويه منتجات، منها برودكت واحد هو اللي طاير
وبيتباع معاه الحاجات التانية زي ملحق كده للحاجات التانية. كمثال انا كان ليا واحد صاحبي شغال في الكوزماتكس، هو ما شاء الله عنده مجموعه بتتباع، مش لازم اقول اسماء برودكتس بتتباع، عنده مجموعه بتتباع ايا كانت هي ايه المجموعه دي، اكتر حاجه بتتباع عنده وبيطلع منها 200 300 اوردر في اليوم، وعنده 5 6 منتجات تانيين هم مش بيبيعوا. فهو مشكلته كلها ان هي المنتجات دي هتكسباير، والمنتج ده هو شغال معاه، ومش شغال معاه بقاله اسبوع ولا 2، ده بقاله سنه شغال في نفس المنتج، والمنتجات التانيه كلها بتكسباير. طب ليه؟ عشان هو في الاول لما جه اختار منتج فاست موف ومعرفش يمشي المنتج السلو موف او اللي ما بيتحركش عنده. كان ممكن ليها مليون صرفه ممكن يشتغل بيها، كان ليها مليون حاجه ممكن يعملها عشان يعرف يطلع البرودكتس اللي موجوده اللي موجوده عنده. فونس ان انت بدات براند او بدات حاجه هتبنيها، فانت لازم تحدد انت الاول هتعمل ايه، البرودكتس بتاعتك هتقسمها ازاي، هتختار البرودكتس بيزد على ايه. ممكن حد يبقى بادئ براند جديد يبقى بيختار برودكت، هو عايز برودكت فاست موف. ليه عايز برودكت فاست موف؟ عشان يكاش فلو اسرع، عشان الفلوس تمشي معاه، عشان يكبر الكابيتال والى اخره. طيب ممكن حد تاني يقول لك لا انا ما يهمنيش ان انا اكبر الكابيتال، وده حصل معايا في كيس مع كلاينت في السعوديه. انا مش عايز اكبر الكابيتال ومش عايز منك فوليوم اوردرز، انا عايز كاستمر، انا عايز عميل. خلي العميل يشتري مني 3 4 مرات هبقى مبسوط. العميل يشتري مره واحده مش عايزه، على الرغم ان هو عنده فوق ال 800 منتج شغال عليهم، مش منتج ولا 2، لا 800 منتج فعليا. طب ال 800 منتج دول هو مش عايز يبيعهم، انا عايز عميل يخش يعمل ساين ان، يبقى عندي الداتا بتاعته، ياخده بقى عامل فانل للايميل ماركتنج، عامل فانل للواتساب، عامل فانل بيعمل كل حاجه في العميل، فهو بيعرف يطلع منه الفلوس. فهي الجزئيه دي جزئيه خلاف صغير، ان انت يبقى عندك وينر برودكت في البراند بتاعك. بس زي ما قلت لك هي ليها حسبه اخرى انت المفروض تحسبها. هل انا محتاج ازود الكابيتال بشكل كبير قوي فهدور على فاست موف برودكت، هبدا اعمل تيست على كام برودكت عشان فاست موف الدنيا والكابيتال بتاعي يكبر والدنيا معايا تمشي بشكل اسرع، ولا انا عايز نسبه ريتنشن عاليه وعايز كاستمر بيز وعايز احط فاليو كويسه في الاول للناس، ولا انا عايز اجيب منتج ايفر جرين يفضل شغال معايا طول حياتي ما يتحركش، هو انا ببيع منه نفس عدد الاوردرز وجنبه برودكتس ثانيه بتبيع. دي اول جزئيه في جزئيه الوينر برودكت او جزئيه البرودكت بشكل عام. طيب اخترت خلاص، خلصنا حته البراند، تعالى بقى لجزئيه الريتيل. في جزئيه الريتيل او جزئيه البيع بس بشكل عام، احنا بندور على برودكتس، البرودكتس دي هي بتبيع. يا باشا احنا منزل البرودكت النهارده الكوست بتاعه في الادز 15 جنيه، انا مش عايز اكتر من كده، اطلع منه 1000 اوردر في اليوم، ده وينر برودكت بالنسبه لي. الستوك بيخلص بجدده، الستوك بيخلص بجدده، الستوك بيخلص بجدده، شكرا، ما بعملش حاجه ثانيه. ده كده بقى عندي اسمه ايه؟ اسمه وينر برودكت، وشغال عليه فين؟ في الريتيل. طب ده ممكن يتبنى عليه براند؟ لا. انت كده 100 محظوظ بقى. بص ما تشارش النيتش بتاعك، لا تشار نيتش ولا تشار منتج، انت زي الفل. انت زي الفل. يعني ممكن نتكلم اخد منك البرودكت بعد ما نخلص عادي، مش مشكله. انت كده حظك حلو زي الفل، دي حاجه 100 كده. حلو شويه بفضل البراند الناس متعلقه بيه، سعر كويس وشايف منافس معايا تاني اللي هو انا برضه شغال بسعر اعلى. حلو. اللي هيشتري من هنا خلاص اشترى. ده رزقك وما تتكلمش فيه مع حد ولا تقول اصلا الكلام ده. بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك لك. الكلام ده ما بيتقالش يعني. ربنا يبارك لك. الله يبارك لك يا رب. ده ممكن يحصل عادي بس مش النورمال، مش الطبيعي. يعني لو جيت اي حد شغال في اي نيتش وقلت له انا عايز اطلع براند وعايز اخد البرودكت الوينر عندك اطلعها في براند، مش هتطلع من الاخر. هي صعبه جدا، هي ممكن تطلع بس هي فعلا صعبه، بتاخد سنين. على فكره دي ربنا يبارك لك فيها، لان هي فعلا مش سهله، فده استمر ربنا يوفقك ان شاء الله فيها. ما تقولش لحد بس يعني. اتفضل. انا بشوف دايما ان البراند هو اللي بيبيع بسعر اعلى، يعني انا لما باخد المنتج في حته ثانيه العميل مش واثق فيا ومش عامله براندنج فبيبقى عاوز السعر الارخص، لكن تمام لما بزود يعني ازود الكوست بتاعته جدا لما ابيعه في البراند بيبيع عادي. هي دي نفس النقطه اللي هو وضحها، اللي هي لا هو وضح نفس الحته اللي انت قلتيها، ان هو في الاسم بالظبط.
بيشتري على طول. مش كل الناس بتقعد تفكر زينا، يعني احنا ممكن تقعد تدوري على حاجه تشتريها اونلاين، بتقعدي تسيرش هنا وتسيرش هنا وتقارني، مش كل الناس بتبقى نفس الكلام. لا لا كسر بصوت واطي. يعني انت شايف ان البراند اللي ممكن تبيع بسعر اقل من البيع ده حاسس معايا العكس. بس هو الشركات خل- الكبيره بتبيع من خلال الويب سايت بتاعهم، زي مثلا فاليو عاملين الحاجات بتاعت العربيات الصغيره، القطع الغير الصغيره دي هما بيبيعوها على الويب سايت بتاعهم، وفي نفس الوقت لقيتهم عاملين اكونتس على امازون وبيبيعوا من خلال امازون. عادي دي ديستريبيوشن استراتيجي، دي حاجه ثانيه. مالهاش علاقه خالص. دي حاجه ثانيه. يعني انا فكره الريتيل هوضح هي- جزئيه هنا ماشي. وبرده مصطفى يكمل عليها. فكره اختيار التشانل ان انت تبيعي على امازون او ابيع على اعلانات فيسبوك دايركت او على المتجر بتاعي او الستور بتاعي، دي ليها علاقه بالديستريبيوشن. ايه ديستريبيوشن؟ اقصد طريقه البيع او التشانلز بتاعت البيع. بلاش نقول كلمه ديستريبيوشن عشان الناس بتتلخبط بيها. التشانلز بتاعت البيع بتاعتي ايه؟ ليه في ناس بتروح تبيع على امازون ويختار امازون رغم ان امازون بياخد في بعض النيتشز بياخد عموله عاليه جدا، بياخد 30% وازيد. بس هي الفكره هو رايح للعميل، هو عارف ان امازون عنده 40 مليون واحد بيخشوا على الموقع بتاعه، فهو انا رايح لمكان العميل موجود فيه، فمش محتاج اعمل ماركتنج. مش محتاج، يعني كل اللي انا هعمله ان انا هعمل اوبتمايزيشن للليستنج، اظبط صور، اظبط انها ريفيوز كويسه، اظبط حاجات كويسه، فخلاص انا رايح، انا في اودينس هيجي، هتغاضى على النسبه دي، بس انا هدفي هنا بيع سكيلينج فوليوم، فهروح لامازون. طب حاجه ثانيه، انا قال لك لا انا ما اقدرش ان انا، في مثال اخر ممكن نفس البراند تلاقي منتجات ثانيه مش حاططها على امازون ورايح حاططها على الموقع عنده. ليه؟ علشان ان هو لا انا مش عايز اخسر فيها النسبه دي كلها، ودي هحطها من ضمن الماركتنج بادجت والبلان بتاعي. اختيار قنوات البيع لا ده موضوع تاني، ده فعلا موضوع تاني. خليني اقول لك ايام سوق دوت كوم قبل ما يبقى امازون، يعني قبل ما يبقى في استحواذ عليه، كان في براند شوزات او مصنع شوزات مشهور قوي في مصر، كان بيعمل الشوزات دي وبيوديها للافليت نتوركس وبيوديها للناس يبيعوها وكده، وفي نفس الوقت هو كان فاتح الشانل على سوق دوت كوم وبيبيع عليها اكتر من اي حاجه، والافلييتورز كانوا بياخدوا لينك سوق دوت كوم ويبيعوا من خلاله اصلا نفس الكوتش ده. وكان عامل بيها كيس ستادي محترمه قوي قوي يعني. بس برضه بدون ذكر اسماء، بدون ما نخش في الحاجات يعني. في جزئيه الريتيل والبراند ده احنا اللي بنختار احنا رايحين فين، يعني انا اللي بختار انا عايز اعمل ايه. هل انا هستارت في ان انا هبدا ابني براند، ولازم ابقى عارف ان انا طالما هبدا ابني براند فانا محتاج فلوس، ما تقنعنيش ان انت تبني براند من غير فلوس. وفي نفس الوقت تبقى عارف ان انت عليك ريسبونسابيلتيز كبيره ومش هتكاش فلو بسرعه، وكل الحاجات السهله مش هتبقى سهله في البراند، هتبقى اصعب شويه. الفاليو بتاعه بعد كده بيبقى اعلى، الريتنشن فيه بيبقى اعلى، وكل حاجه بتبقى احسن. لكن زي ما قلنا عايزين كاش فلو اسرع، عايزين الكابيتال يكبر بشكل اسرع، عايزين هتخش في حته الايه الريتيل او الدايركت سيل او ايا كان احنا بنسميها ايه. نرجع للحته اللي احنا كنا فيها، الوينر برودكت او المنتج الناجح. المنتج الناجح زي ما انتوا قلتوا هو منتج بيتباع بشكل كبير جدا، هو منتج مش لازم يحل مشكله، مش لازم خالص ان هو ممكن يحل مشكله، بس هو بيتوفر فيه شويه شروط. اول ما بدات اي كوميرس كان في حد الله يبارك له كده قال لي جمله لطيفه قال لي المنتج الوينر بيتحس دي ازاي؟ انت بتشوف المنتج بتعرف ان هو وينر من شكله كده. فاحنا كنا شغالين في 2020 غير الصباره، بعيدا عن الصباره يعني، كنا شغالين في 2020 كان بيتبعت المنتج احنا بنعرف ان هو وينر من قبل ما نطلع عليه التيست. اهو المنتج ده وينر، هات المنتج ده. زي مثلا كانت ايام والله، كانت ايام 100,000 فكنا بنشوف المنتج بنعرف ان هو وينر من شكله، فالمنتج الوينر كنا بنحسه، بس احنا كنا بنحسه عشان احنا كنا اشتغلنا على برودكتس كتير جدا في الاول، فاحنا كون عندنا نوليدج معينه قدرنا بعد كده ان احنا اي منتج نبص له المنتج ده وينر او المنتج ده مش وينر. 2024 لغايه دلوقتي بطلع منتجات وينر عادي، مفيش اي مشكله يعني. هنتكلم دلوقتي في التحدي، يعني هقول لك التحدي فين، بس خليني اقول لك ان هو فعلا المنتج الوينر بيتحس. طب هيتحس امتى؟ هيتحس لما يبقى عندك نوليدج كافيه
او حاجات معينه انت بتبني عليها الوينر برودكت ده، او بتبني عليها اختيارك للايه للوينر برودكت. طيب في تقسيمه كده صغيره عشان لما تيجي تختار او تعرف ان الوينر برودكت ده او البرودكت ده وينر. فاول حاجه هتلاقيها في الوينر برودكت ده هتلاقيه بيجوينج فيري فاست. المنتج الوينر ده بيفايرل بطريقه كبيره جدا وبسرعه جدا. كمثال لو حد فيكم اشتغل في الدروب شيبينج، فهو لو دخل على التيك توك ولقى برودكت عليه 5 مليون فيو، فهو بيعرف ان البرودكت ده وينر. فعشان ايه؟ عشان البرودكت ده بيجو فايرل صح؟ فايرال صح. وبسرعه جدا. طيب تاني حاجه في الرايت برودكتس الواو فاكتور. يعني ايه؟ يعني انت اول ما تشوف البرودكت تقول البرودكت ده شدني، البرودكت ده شكله كويس. الواو فاكتور هتلاقيها في اغلب البرودكتس الوينر، وهي عامل اساسي من العوامل اللي بيتبنى عليها البرودكتس الوينر. و99% من البرودكتس الوينر لو ما قلتش عليها واو مش هتلاقيها وينر. ليه مش هتلاقيها وينر؟ لان ببساطه جدا انت زي ما عجبك منتج هيعجب غيرك، زي ما عجب 5 مليون واحد اتفرجوا عليه هيعجبك عادي. الناس كلها لما شافت البرودكتس اللي عليها واو قوي، زي في منتجات البر مثلا، حاجه بتحل لهم مشكله صغيره او حاجه في شكلها حلو قوي قالوا عليها واو، فبدات ان هي تطلع ايه وينر. طيب المنتج، خلينا نسكيب الحته دي وتعالوا هنا. المنتج الوينر بيمارجن، بيبقى فيه مارجن كبير. يعني ايه في مارجن كبير؟ يعني البرودكت الوينر هتلاقي ان انت ينفع تبيعه وتكسب فيه فوق ال 60%. يعني ايه فوق 60%؟ يعني وليكن انت جايبه ب 100 جنيه، انت بتكسب فوق ال 100 دول 60، وقادر تبيعه كده. قادر تبيعه كده اللي هو ايه؟ اللي هو ده بعد الاعلانات، بعد ده المارجن، ده بعد كل حاجه. تمام. انت قادر تمارجن فيه. ممكن النولج ما تبقاش برضه في حته ماشي، يعني هنتكلم فيها. ماشي انت ممكن تبيع 60%، بيبقى المارجن بتاعك بعد اعلاناتك وحاجتك وشغلك 60% عشان تعرف تبيع البرودكت الايه الوينر ده. البرودكت الوينر ممكن تعرف تجيبه تاني. يعني ايه تعرف تجيبه تاني؟ يعني انا طلبت القلم ده النهارده، كمان اسبوع انا اعرف اجيب نفس البرودكت ده مره تانية. لو ما اعرفش اجيبه مره تانية فهو مش هيبقى وينر. انا هيبقى قدامي ستوك، خلصته شكرا. انا مش فاهم، معلش السؤال قول تاني كده. او ان هو يعني مثلا في منتج وينر اتباع في لحظه معينه وخلص خلاص، مش في لو ما عرفتش تجيب هتعرف تجيبه تاني وتبيعه، مش هتعرف تجيبه تاني وخلاص وشكرا. بالنسبه لي كبراند يعني، ولا بالنسبه لي كاي حاجه؟ كاي حاجه مش هتفرق والله. انت لو ما عرفتش تجيبه تاني خلاص ما عادش وينر. يعني انا اعرف منتج وينر ومش عارف اجيبه حتى. قميص قطن 100%، بس مش محتاج يتكوي، طلعه من الغساله انفضه خلاص البس. كلم. انا مش عارف اجيبه، يعني موجود بره مصر، بس لو لقيته هنا انا نفسي هشتري منه بكميات. والله قميص بتطلعه من الغساله يا دوب انت بتعمله كده، تلاقي مش محتاج يتكوي، بيطلع كأنه مكوي تلبسه، وشغال بره نار وبسعر عالي وبمارجن رهيب، وعارف الناس اللي بتبيعه في اكتر من دوله. فكره جديده. بس فعليا مش موجود في مصر ومالوش يعني. عشان انا فكرت استورده من بره واطلبه من بره، لقيت هيكلفني في حدود $200 القميص. لا شكرا، مش هدفع $200 انا في قميص. فانت تعرف تجيبه مره تانية. يعني هي الفكره كلها في ان انت تجيبه مره تانية، ان انا مخلصه دلوقتي ما انا هجيبه تاني. انا لو ما جبتوش تاني ما بقاش وينر، خلاص شكرا خلص. نطلع فوق هنلاقي ان البرودكت الوينر لازم تلاقي له فيديوز، ولازم تعرف تعمل له فيديوز. ليه لازم تلاقي له فيديوز؟ عشان انت لو ما لقيتش فيديوز تعرف تشتغل عليها في البرفورمانس او في الميديا باينج او كده، مش هيبقى وينر. ولو ما لقيتش فيديوز، الفيديوز دي بتحقق مشاهدات بالهبل، مش هيبقى وينر. هتجيبه وهتجرب عليه وهتشتغل عليه ومش هيبقى وينر. وكم من منتج ما كانش وينر الفيديو بتاعه خلاه وينر. ليه؟ فالفيديوهات، عشان انا سبتها للاخر عشان هي من اهم العوامل اللي بيتحكم عليهم في البرودكت هل هو وينر او لا. ومش لازم فيديوز، ممكن صور. يعني احنا كان عندنا برودكت الله يبارك له، يعني ما كانش بيطلعه غير بصور. هو المنتج طالع بصور، انا مش عارف اطلعه غير صور. بس هو معايا في الحته دي وينر. جيت غير الفيديو هو مش شغال. وليها عوامل تانية اعتقد ان انتوا هتلاقوها في السيشنز اللي بعد كده لما تحضروا المرات الجايه. ان شاء الله.
على السعر دلوقتي هو ضرب المارجن عندي ضرب كل حاجه هجاوبك عليه بس اديني 5 دقايق. 5 دقايق بالظبط. طيب اخر حاجه في البرودكت الوينر ان هو فعلا ممكن يبقى بيحل مشكله ولو قلنا ان مثلا 80% من البرودكت الوينر بتحل مشكله او 20% لا، ممكن تكون بتحل مشكله من وجهه نظر حد، بس حد تاني لا ما بتحلوش مشكله ولا حاجه. لو اتكلمنا على لو حصرنا الوينر برودكت في مشكله بس، فاحنا مش هنطلع 3 4 وينر برودكت على بعض. لا، الوينر برودكت ليها حاجات كتير قوي ممكن نشوفها وممكن نبص عليها، ليها كرايتيريا احنا على اساسها بنختار الوينر ده، ليها كرايتيريا على اساسها ان احنا بنقول المنتج ده ده وينر ممكن يشتغل معايا او لا مش ممكن يشتغل. ملخصا انت بتاخد الحاجات دي كلها وتبدا تطلع البرودكتس وتشوف كل برودكت انت بتطلعه هو فيه ايه من الحاجات دي. البرودكت فيه كل الحاجات دي فهو هيبقى وينر معاك، ولو ما طلعش وينر معاك تعالى قول لي البرودكت ده ما طلعش وينر معايا، لكن في كل الحاجات دي هو هيطلع وينر معاك. برودكت فيه مثلا 4 حاجات من الحاجات دي احتماليه ان انا تيست عليه. برودكت فيه حاجتين مش هعمل عليه تيست اصلا. انت واصل لك الموضوع. انت دلوقتي بتحدد انت هتست على ايه، هتصرف فلوسك فين. زي ما قلنا في الاول ان احنا بنصرف فلوس كتير جدا في التستنج، بنحط فلوس كتير جدا من جيبنا عشان نطلع 20 برودكت يطلع منهم برودكت واحد، والبرودكت ده هو اللي يحقق الربح بتاع ال 20 برودكت. فانا دلوقتي لو ما عنديش 3 4 حاجات من دول، فانا مش هتست اصلا على البرودكت، انا مش هطلعه. لا، خليه زي ما هو مش هيطلع معايا اصلا في التست. حتى لو جاب انا ممكن ما اعرفش اجيبه بعد كده. طب وانا هعمل ايه؟ تمام، ممكن ما تقدرش تحط فيه المارجن ده مثلا، فخلاص شكرا. بس انت محتاج مارجن عشان لما تشغله يكاش معاك فلو، فتعرف تجيبه تاني او تعرف تجيب الخامات بتاعته تاني او غيرها. جزئيه بقى الحته بتاعت لما انا رحت اجيب نفس البرودكت تاني، التاجر او السبلاير علق عليا الايه السعر. ما تخليها في جزء السبلايرز طيب، بما ان احنا لسه داخلين فيها، يعني احنا هنجيلها بس انا مش عايز اخش لها دلوقتي، خليها في جزء السبلايرز. خليها في وقتها طيب. خليها في وقتها. احنا لسه في سؤال هنا وسؤال هنا في جزئيه السبلاير. حد عنده سؤال هنا طيب في حته خلي وقت الاسئله عشان هو الوقت اصلا قليل. الساعه كام بس؟ الساعه 7:30 يعني. ماشي، احنا اولموست ماشي. طيب احنا عندنا سيلكتنج كرايتيريا كده صغيره احنا بنختار عليها البرودكت ده، نشوف هل هو ينفع اصلا نشتغل عليه او ما نشتغلش عليه من الاساس. الكرايتيريا دي فيها 5 حاجات. اول حاجه البروفيتابيلتي، المارجن بتاعي قد ايه في البرودكت ده. هل انا فعلا هقدر ابيعه، الكوكس بتاعه قليل فانا هقدر ابيعه بسعر مناسب يخليني كسبان. الكوست بتاع الادز بتاعه عامل ازاي معايا عشان اعرف ان انا اطلعه از وينر برودكت او اطلعه بمارجن كويس. البرايسنج استراتيجي بتاعتي عامله ازاي والى كل دي بيتبان عليها البروفيتابيلتي. طيب تاني حاجه بعد البروفيتابيلتي الديماند دي بنشوف البرودكت في الماركت الناس بتسيرش عليه قد ايه او عايزاه قد ايه، او هقول لكم على ابسط مثال ان انا بخش اشوف الكومنتس مثلا على برودكت معين، الناس بتسال على السعر، في توصيل البلد اللي انا هعمل فيها ومفيش توصيل والى اخره. فانت بتشوف حجم الماركت سايز على البرودكت ده قد ايه وتشوف لا انا ممكن اشتغل عليه او مش ممكن اصلا اشتغل عليه، او البرودكت ده بره ان انا اشتغل عليه. طيب ثالث حاجه هي الكومبيتيشن، المنافسه عليه. في كام واحد بينافس على نفس البرودكت ده في السوق بتاعك. ممكن ما يكونش فيه منافسه خالص، تكون برودكت انت اول واحد تستورده وتجيبه وتشتغل عليه. وباي ذا واي دي حاجه بقت قليله قوي، ولكن هي موجوده لسه. ممكن تلاقي جاب تخش منها تخليك اوبورتيونيتي مهمه جدا في حته الكومبيتيشن دي. بعد كده عندك حته البرودكت يونيك او اليو اس بي او اليونيك سيلينج بروبوزيشن، ان انت يبقى عندك حاجه معينه او سيلينج بوينت معينه انت بتقدر على طريقها تبيع البرودكت ده. اخر حاجه هي الافيلابيلتي، وزي ما قلت لكم التيرن اوفر ريت بتاع السبلاير والبرودكت افيلابيلتي وغيرها. لو الافيلابيلتي دي مش موجوده
فهتسكيل على المنتج شويه وتقف وخلاص وشكرا انا خلصت. دول 5 حاجات او السلكتنج كرايتيريا اللي احنا بنختار على اساسهم البرودكت ايه، البرودكت بتاعنا. وده مش الكرايتيريا ديت مش على برودكت الوينر، على البرودكت عموما، ده على البرودكتس عموما، يعني على البرودكتس مش على الوينر. احنا خلصنا الوينر تمام، احنا خلاص اخترنا الوينر وعرفنا الوينر فيه ايه. انا بقى لما اجي اختار برودكت فانا عندي كرايتيريا بختارها، اللي هو بيكسب وان هو عليه ديماند وان في الكومبيتيشن فيه قليله وان هو في يو اس بي هعرف ابيعه بيها واعرف اكرره تاني، او الافيلابيلتي فيه ايه كويسه. طيب ماشي، السلايد دي كان المفروض تبقى قبلها. طيب ازاي بقى تلاقي الوينر برودكت؟ احنا عندنا شويه حاجات احنا بنستخدمها عشان نلاقي الوينر برودكتس بتاعنا. اولهم جوجل، ان انا بسيرش بالكيورد ريسيرش في النيتش اللي انا اخترته عشان اعرف اكتر الحاجات المطلوبه. هيبان لي وانا بسيرش زي ما قلت لكم اي سيرش فروم، هيبان لي البرودكتس اللي جايه في الميرشنت سنتر ايه في الاول، اللي هي بتظهر فوق في الشوبس، فدي مهمه جدا. شات جي بي تي بيطلع منتجات كويسه جدا، ودي حاجه ممكن ما تكونوش متخيلينها، وبيطلع نيتشز كويسه جدا. ويمكن ده واحد من الحاجات اللي استخدمته انا. كان مبعوت لي 30 برودكت، خدت ال 30 برودكت ولينكاتهم في امازون ولينكاتهم في علي اكسبريس، وقمت جاي رازع لهم في شات جي بي تي وطلع لي اكتر برودكت هيبقى فيه افيلابيلتي وهيبقى فيه ديماند، وحطيت له كرايتيريا اديته الكرايتيريا في البرومبت عشان يديك اديته كل حاجه ممكن تتخيلها في البرومبت بتاع شات جي بي تي. ولو ينفع اشير البرومبت كنت شرطها، بس للاسف مش هينفع. مين اللي قال لي بقى؟ عشان دي تبع الشركه ما ينفعش اطلعها بره. في ان دي اي انا بديك الوي اهو، انا بقول لك اهو حط الكرايتيريا. ما اديني فرصه وانا هتكلم. شات جي بي تي انا خدت البرودكتس، قلت له انا عندي 10 برودكتس عايز اختار منهم برودكت معين. البرودكت ده هختاره على الكرايتيريا اللي انا لسه شارحها من شويه، ان البرودكت ده يبقى السعر بتاعه كذا، والبرودكت ده السعر بتاعه كذا، والبرودكت ده السعر بتاعه كذا، وهبيعه في الماركت الفلاني، وهينفع يبيعه في الماركت الفلاني بالطريقه الفلانيه، وكل الحاجات اللي احنا رصيناها دي رصيتها له. وطلع لي بقى الريفيوز، وطلع لي كل حاجه ليها علاقه بالبرودكت ده، وقول لي اختار انه واحد فيهم. اول حاجه هيديها لك، ومش هيديك اجابه صريحه، هيقول لك عزيزي القارئ انا بحبك وكده. هيديك شويه جينيريك كونتنت كده، وهيديك شويه حاجات مالهاش اي لازمه. هتقول له بعد اذنك لو سمحت يا راجل يا محترم طلع لي حاجه عدله اعرف اشتغل عليها، وهتفضل معاه واحده واحده كده، عشان هو من اول مره وتاني مره مش هيديك الاجابه الصح. هو هيفضل، انت هتفضل تعصر فيه لغايه لما يوصلك للحته الايه الاخيره، اللي هو مطلع لك في الاخر برودكت. هيقول لك مثلا طب البرودكت ده عندك فيه الجزئيه دي، او عندك فيه النيتش في المجال ده، ممكن تستخدمه في الحته الفلانيه. كمثال لو انا مثلا واخد 10 منتجات في السعوديه، فهو قال لي والله ده احنا في شهر 2، وشهر 2 ده انت ممكن تبيع فيه منتجات البر، وانا مديله منتج بر، فهو كده اداني فعلا الحاجه اللي انا اللي انا عايز اقول لك ان انا باخد البرودكت بعد كده اقول له طب بقى طلع لي برودكت بيج، طب طلع لي كوبيز، طب ظبط لي كل حاجه في الدنيا. بتدي له اللينك البيج نفسها. حد وراك كده هيشرحها المره الجايه. المره الجايه باذن الله. طيب ده تاني حاجه. تالت حاجه السباينج تول، واللي فيكم ما يعرفش السباينج تول، فهي الادوات اللي احنا بنستخدمها عشان نعرف نلاقي الوينر برودكتس ونلاقي منتجات فعلا ناجحه. كمل يا مصطفى. الوينر برودكت دي او يا ربي السباينج تول دي قادره ان هي تطلع لك كل المنتجات اللي بتجو فاست في الماركت، في اي ماركت انت عايزه، وفي البلاتفورم كمان اللي انت عايزها. وليكن انت داخل السوق، هو في حته تيك توك بس، او في جزئيه فيسبوك بس، فهو هيطلع لك الحاجه اللي انت عايزها بالظبط. هيطلع لك البرودكتس اللي شغاله في المنطقه دي في الوقت ده، هيطلع لك الانجيجمنت عليها قد ايه، هيطلع لك اللينكات، هيطلع لك الافريج برايس، هيطلع لك لينكاتها في علي اكسبريس لو هتشتغل عليها دروب شيبنج. بيطلعوا كل حاجه في السباينج تول. يعني دول بيجست باي ومينيا، وفي كمان في ادس باي تقريبا، وفي كام سباي تول كده.
انا بستخدمه اطلع منهم البرودكتس. في امازون بره يو اس هيليوم دي كويسه جدا في امازون. دي حقيقه. في كمان كان اسمها ايه، بي ادز تحفه. دي كلها منصات احنا بنستخدمها عشان نعرف نطلع الايه الوينر برودكتس، ولكن لازم نبقى عارفين ان احنا لو مش عارفين الكونسبت بتاع ان احنا نطلع برودكتس اصلا مش هنعرف نستخدم التولز دي في حاجه. يعني ايه؟ يعني في الاساس او الكور كله عندك، بعد كده استخدم التولز. انا واحد من الناس انا ما بحبش استخدم التولز، انا بخش بايدي دايركت بسيرش على كل برودكت واجيبه من اوله لاخره، اعرف البرودكت ده وينر ولا مش وينر، كويس ولا مش كويس، واخش اجيب المنافسين واخش اجيب الفيديوهات. الموضوع بياخد معايا وقت اطول وكل حاجه، بس انا ببقى متاكد 100% من الحاجه اللي انا ايه مطلعها. انت لو دخلت اخترت مثلا النيتش بتاعك في امازون وبعد كده دخلت على البيست سيلرز، هتلاقي منتجات طالعه في كل نيتش. المنتجات دي انت قادر ان انت تاخدها وتجيبها وتشتغل عليها والدنيا فيها كويسه. وامازون من المنصات الكويسه قوي اللي بتطلع لك فعلا المنتجات الناجحه عندهم بسرعه وفي النيتش اللي انت عايزه او النيتش اللي انت ايه محدده. في بعد كده تيك توك. ولما تيجي تسيرش مثلا في تيك توك عايز تجيب المنتجات اللي بتجو فاست قوي، فهتكتب تيك توك ميد مي باي، هتلاقي مليون واحد عامل مليون فيديو عليهم تيك توك ميد مي باي، وهتلاقوا برودكتس انتوا اول مره تشوفوها في حياتكم، وهتلاقوا برودكتس فيها الواو فاكتور وفيها كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. نفس حاجه على انستجرام. وانستجرام برضو نفس الكلام. وانستجرام لما تيجي تسيرش ما تسيرشش من البي سي، لازم تسيرش من الموبايل عشان يطلع لك كل الريزلتس اللي انت عايزها. طيب اخر حاجه ببص لها في حته الويننج برودكت ده تيميو. تيميو ده زي علي بابا كده وزي علي اكسبريس والحاجات دي، مش ناس كتير عارفاه، وده اللي مخليه كويس. وفي وينر برودكتس طبعا بعد السيشن دي كل مصر كلها تعرفه. تيميو من انجح المواقع الاي كوميرس اللي طلعت في امريكا خلال الفتره اللي فاتت، ولدرجه ان هو بيلعب على لعبه البرايسنج. الناس في امريكا متعوده امازون طلعت بانجل اللي هي ايه، اطلب المنتج وهنشحنه لك خلال يوم او في نفس اليوم كمان. تيميو طلع العكس، قال لك اطلب المنتج رخيص جدا، يعني لو المنتج اصلا الطبيعي ده نفس المنتج بيتباع ب $30 احنا هنبيعه لك ب $3، يعني 10 اضعاف في السعر. وفي نفس قال لك بس الشحن بتاعه 10 ايام 15 يوم، احنا بنشحن دايركت من الصين. بس هو موقع الحكومه الصينيه اصلا. لا هو مش طبعا الحكومه الصينيه، هي شركه خاصه وان حققت نجاح في امريكا لدرجه ان هو من 3 شهور او من 4 شهور من 3 شهور او من 4 شهور وصل كان النمبر 1 اب برودكت، النمبر 1 ابلكيشن في الاي او اس في امريكا، وده حاجه صعبه جدا وفضل على كده شهر كامل، ولدرجه ان هو رعب امازون في امريكا. وامازون اعلنت ان هي تعمل ديسكاونت سيكشن تشتري منتجات دايركت من الصين بس هتتشحن لك في وقت متاخر. وصل لفوليوم رهيب، بقى تاني اكبر موقع اي كوميرس في امريكا كلها في اقل من سنتين. فده اصلا انت يعني، والسوق الامريكي هو اكبر سوق من ناحيه الفاينانس مش من ناحيه الفوليوم، من ناحيه الفلوس هو اكبر سوق في العالم. فان انت تطلع تبقى تاني موقع في امريكا كلها في خلال سنتين، ده عمل لهم رعب في امريكا لدرجه ان هم بيفكروا يعملوا قوانين عشان يحدوا من انتشاره، لان هو فعلا لا يعني رهيب، الليفل بتاعه فعلا رهيب. فتيميو من الحاجه اللي ناس كتير ما تعرفهاش، بس هو فعلا من انجح الويب سايتس اللي بتطلع حاليا وينر برودكتس بشكل كبير جدا، عليها بيست سيلرز رهيبه. انتوا لو دخلتوا اتفرجتوا على البيست سيلرز عندها فعلا المنتجات فيها نفس الكرايتيريا اللي كنا بنتكلم عليها، الواو فاكتور وغيرها. افتحوا وجربوا يعني وهتنبسطوا من اللي هتلاقوه يعني والله. بس مش تشتري منه ده لان هو مش سبلاير، يعني هو مش سبلاير، هو بيشحن لك المنتج في وقت انت ممكن تعرف المنتج وتروح تدور على السبلاير بتاعه بقى في علي بابا في الصين نفسها، الموضوع بيبقى عامل ازاي. او حتى ممكن تشوف منتج يتصنع هنا محلي، ودي استراتيجيه حلوه ان انت تشوف منتج وينر عليه لو في ليه سبلاير هنا في مصر، دي هتبقى احسن لك من ان انت تجيب سبلاير من بره، بس مش سهله يعني صعبه قوي. يلا نجرب مع بعض. طيب طيب احنا كنا وقفنا على الخطوه الحلوه دي، يلا نجرب مع بعض. طيب احنا اتكلمنا
تقريبا في كل حاجه، هو اختيار البرودكت واختيار النيتش اللي احنا هنتست عليه او هنشتغل فيه. وعشان نطلع بتجربه مفيده لازم نجرب مع بعض او نشوف احنا ازاي كنا بنعمل كده عشان نحقق نتائج، او عشان نطلع برودكتس نشتغل عليها. وعشان تطلع برودكتس تعمل لك نتائج زي دي، ان انت تطلع فوق ال 1000 2000 3000 اوردر في اليوم، ويبقى الكوست معاك ما بيعديش ال 20 جنيه، لازم تبقى مختار فعلا برودكتس قادر ان انت توصل بيها للكوست ده. البرودكتس مش هتوصل معاك للكوست ده ولا هتوصل لعدد الاوردرز دي في يوم واحد، الا لو انت مختار فعلا برودكتس صح، الا لو انت ماشي على الكرايتيريا اللي احنا اتكلمنا فيها في اول الميتنج. الارقام دي كلها اتحققت في وقت اقل من يوم، مش يوم حتى، ومش من منتج واحد، من 3-4 منتجات. 3-4 منتجات دول احنا عملنا لهم سيلكشن من حوالي 300-400 منتج، وبدانا ان احنا نشتغل عليهم ونبدا نسكيل بالارقام دي. طيب احنا بنختار البرودكتس ازاي؟ لو احنا عشان نختار برودكتس بنختارها ازاي؟ احنا لو فضل يقطع كده احنا مش انا شلته وحطيته 30 مره. بس خلاص الى حد ما يعني دي حاول تتعايش. طيب احنا عشان نطلع الوينر برودكتس لازم نعرف الاول احنا هنشتغل على ايه. يعني وانس ان احنا اشتغلنا دلوقتي على نيتش حاجه ليها علاقه بالكار اكسسوارز، فاحنا اول حاجه هنعملها هنيجي هنا نفتح تيك توك، ثواني، وهنيجي على سبيل المثال نفتح الكار اكسسوارز ونشوف الاكسسوارز اللي موجوده قدامنا هي ايه. يعني لو جينا بصينا على اول فيديو مثلا فهتلاقي كام اكسسوري وكام حاجه بتتباع في فيديو واحد او كام حاجه ظاهره في فيديو واحد. كل برودكت من اللي هو ظاهره ده هو بيتباع لوحده، كل برودكت ده هو كان طلع فعلا وينر لوحده. منهم البرودكت ده، على فكره البرودكت ده احنا محققين منه ملايين فعلا في السوق السعودي، واول ما نزل جه مصر كنا برضو شغالين عليه. البرودكت ده كل اللي بيعمله ان هو فيه سبراي وبيكلين السكرين بتاعك اول ما تبدا تشتغل عليه او اول ما تبدا تجربه. وكان من الحاجات اللي فيها الواو فاكتور اللي هو ازاي بينظف بالسرعه دي، وازاي قادر ان هو يحافظ على نظافه الشاشه والى اخره. ده من ضمن الحاجات اللي بدور عليها على برودكتس. هتنزل تحت شويه، احنا في حته الكار اكسسوارز، هتلاقي برودكتس زي دي. الحاجات دي تكميليه قوي للعربيه، بس اللي عنده عربيه او بيحب الاشكال اللي هتتحرك قدامه في العربيه هيحب البرودكتس دي. طيب البرودكت ده لسه محطوط تقريبا، او الفيديو لسه محطوط من 10 ساعات، فهو ما عليهوش فيوز كتير. بس لو جيت لقيت حاجه زيه، هتلاقي مثلا ده الحاجات اللي بتتحرك قدامك على العربيه عليه حوالي 8 مليون فيو. فده 100% ده كان حد شغال عليه وما شاء الله كان طاير بيه. 9 مليون فيو، 10 مليون فيو. فده من ضمن الوينر برودكت. البرودكت بتاع السياره اللي بيجيب العلامه بتاع السياره من تحت، زي ما انتم شايفين 14.5 مليون فيو. وده برضو من البرودكتس الوينر، واللي كان شغال في مصر على فكره كويس جدا. يعني ده من اول البرودكتس اللي كان شغال في الكار اكسسوارز بشكل كبير، وحقق فعلا مبيعات كبيره، ولسه شغال على فكره لغايه دلوقتي. يعني لو حد عايز يجرب عليه يجرب، بس هو ده من المنتجات اللي شغاله. طيب البرودكت ده بتاع المطره، بيحط فوق المرايه بتاعك كده زي حاجه عشان لما ينزل عليها المطره او ينزل عليها ميه ما تتعملش بالظبط كده. فده برضو من البرودكتس الكويسه اللي كانت بتتباع بره كويس. انا ما جربتوش في مصر، بس هو كان بره عامل مبيعات كويسه قوي، خصوصا الناس اللي عندها الشتاء جامد وبتتاذى فعلا وهي ماشيه على الطريق في الموضوع ده. ده نيتش احنا دخلناه، كنا بندور فيه كده، ودي الحاجات اللي لقيناها. وده ابسط مثال نتكلم بيه. فواحات
فواحات. كان في واحد بيجيب لنا فواحات كده الله يبارك له، كان عامل لنا زريبه فواحات في المخزن، كان جايب لنا كل الفواحات دي وكانت شغاله جدا في العربيه. كل انواع الفواحات اللي انت ممكن تتخيلها كانت موجوده عندنا. الفواحات دي كويسه قوي وبتشتغل وشغال حلو في مصر وبره مصر. نفس الكلام هتنزل هتلاقي برودكتس كتير قوي 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 ممكن تدور عليها وتطلع منها بحاجات او تطلع منها ببرودكتس انت ممكن تشتغل عليها انت. احنا هناخد بالك كل ده، احنا لسه في بيدج واحده وبندور على برودكتس صغير، يعني كل دي حاجات ايه، حاجات صغيره جدا. ده من ضمن الوينر برودكتس او من ضمن الحاجات اللي ممكن تلاقي بيها وينر برودكتس. يبقى انت اول ما شفت البرودكت هنا انت لقيت الكرايتيريا اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول، وفي نفس الوقت انت لقيت فعلا منتج. المنتج ده لسه شغال لغايه دلوقتي بالمناسبه، وبيتعمل هدايا وحاجه لطيفه قوي. فانت بتبص للمنتج بتشوف هو عامل ازاي، جايب كام فيو، الناس بتسال عليه ولا ما بتسالش. هو في صوت؟ مين اللي مشغل حاجه؟ انا حاسس ان في حاجه شغاله قدامي وانا مش سامع. طيب هو مفيش صوت؟ طيب هو شغال اهو بس هو الصوت ضعيف. ماشي ما علينا. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله يعني شويه كومنتات زي العسل. ولا اي حاجه، كار اكسسوارز ما عملتش اي حاجه، انا لسه ما عملتش اي حاجه. ده اول سيرش طلعنا منه بتاع 20 برودكت. هاخد كل برودكت وابدا اشوفه وابدا اسيرش عليه بالظبط واطبق عليه الكرايتيريا. احنا كل ده في شيت وزي ما انت قلت كده بناخد حاجه في شيت. احنا كل ده هيظهر معايا منتجات كتير في الاخر هقارن ما بين طلع 30 منتج. ال 30 منتج دول انت قادر ان انت تختار ما بينهم البرودكتس الكويسه اللي هتشتغل معاك. طب بعد ما تختار ال 30 منتج او تطلع ال 30 منتج دول انت بتبدا تطلع عليهم الفيديوز بتاعتهم وتطلع عليهم الصور بتاعتهم اللي ممكن تشتغل بيها وتطلع كل حاجه ليهم فيديوز وليهم شغل وفي عليهم دايما فعلا الناس بتسال عليهم. خلاص هبدا ايه اشتغل عليهم. ما لقيتش اي حاجه من الحاجات دي، لقيت الريفيوز مثلا دخلت على علي بابا بتدور بصوره المنتج ده على علي بابا، دخلت لقيت الريفيوز زي الزفت. خلاص سكيب، مش لازم نفس البرودكت يعني، مش لازم لقيت مثلا دخلت مثلا احنا ننبه برضو على نقطه انه احيانا يا جماعه الريفيوز والنجوم والحاجات اللي احنا بنشوفها دي بتبقى فيك. احنا لازم يعني هي تحرى في الحوارات دي، فلازم ان احنا ايه نركز قوي واحنا بنختار السبلاير. طيب هنيجي لحته السبلاير دلوقتي، بس احنا كده عرفنا احنا ممكن نطلع البرودكتس اللي احنا عايزينها ازاي. يعني لو حتى لو ما دخلناش هنا ودخلنا في مثلا تيك توك اد لايبراري، او خلينا نفتح فيسبوك اد لايبراري. معلش اديني دقيقه. طيب ده فيسبوك اد لايبراري. انا كل اللي دخلت اشوفه، انا دخلت اخترت المدينه بتاعتي، دخلت اخترت اول انا عايز في اي بلد عادي وعايز الاول ادز، وكتبت بس الناس اللي كاتبه 50% اوف بس، مش عايز اكتر من كده. هتخش هتلاقي الناس كلها اللي شغاله سواء دروب شيبنج او شغال على برودكتس او غيرها، هتلاقي برودكتس لسه اول مره انت تشوفها. يعني انت ممكن هتلاقي ناس بتسكيل على برودكتس انت اول مره تشوفها. عشان برضو تجيب حديثا، يعني عشان نخش بس في السيرش حديثا، انت ممكن تختار من هنا يا نهار اسود 2018. خلينا مثلا نجيب من هنا من كام، ماشي من 23 شغال، من 23 هتنزل هنا هتشوف البرودكتس والناس اللي شغاله عليها. مش بس كده، انت ممكن تفتح كل برودكت. دي عامة بره مصر برضه ولا ده جوه مصر؟ ده بره. هو ما شاء الله صفحه البرودكت بتاعه مش شغاله بس الستور شغال، تعرف النيتش اللي شغال فيه ايه وبيبيع ايه والى اخره. انت يفضل تحدد بالمدينه افضل يعني عشان على حسب هو يشتغل فين. حدد بالدوله افضل لان اول ديت هتجيب لك في كل حته في العالم. وليكن مثلا انت شغال في مصر، فانا عايز الناس اللي كاتبه 50% اوف في مصر. والادز
تضطر تعمل انتر تاني. جبت هتلاقي اغلبها برضه دروب شيبنج، يعني هتلاقي الناس شغاله دروب شيبنج. بس اني anyway تلاقي مثلا منتجات زي دي كوزماتكس الناس اللي شغاله عليها كاتبه الخصومات، ايه الحاجات اللي بيبيعوها، تعرف توصل لاكتر الحاجات. ولكن مثلا انت عايز مجال معين، فانت هتيجي في الريسيرش فوق هنا تكتب مثلا ملابس او تيشرتات على سبيل المثال. هنيجي هنا نكتب تي شيرت، فجالك هنا التيشيرتات الناس اللي بتبيعها، عرفت انواع الكرييتيفز اللي بيبيعوها، عرفت الفيديوز اللي شغالين بيها. هتعرف كل حاجه في المجال اللي انت اللي انت داخله. ايا كان بقى انت داخل مجال شكله عامل ازاي، فانت السيرش بالنسبه لك من اهم الحاجات اللي ممكن تعملها. لو لقيت حد امين وشاطر معاك ويجيب لك كواليتي كويسه، ما تروح للارخص، عشان دي بتحصل. بصوا يا جماعه، ازازه الميه دي مصنع نسله عشان تروح تجيب، في منها بتوفر عليها بجنيه وفي منها ب5 جنيه. نسله ممكن تروح تجيب ب5 جنيه. روح خد بقى ميه نفس دي من الحاجات البراندات المصريه اللي طالعه دلوقتي، ممكن تشرب طعم الميه ما يعجبكش، وهي البرودكت هو ما اختلفش، وهي ميه. ليه؟ بيوفر في الكواليتي، بيوفر مثلا في الماتيريال بيضيفها على الميه، بيلعب لعبه عشان يوفر الكوست عشان يبيع لك ارخص. فانت برضو ما تلعبش لعبه انك تروح انا لقيت حد ارخص فلا انت بتبيعها لي غاليه. اصبر مع السبلاير عشان تعرف تاخد بعد كده منه حاجات تمشيك في شغلك. ممكن السوق كله يخفي الصباره الراقصه مثلا دي اول ما نزلت، في ناس قعدوا 3 شهور يدوروا عليها في السوق مش عارفين يجيبوها. ممكن عشان يجيب بضاعه بعد كده قدامه 6 شهور، فانت ما انتش عارف هو علّى ليه. طيب انت لو عامل علاقه كويسه معاه، هو هيجي قبل ما يعلي عليك هيقول لك بص احنا المره الجايه ممكن نعلي سن، فانت عامل حسابك يا اما تشيلها من المارجن يا اما هتزودها على على الفلوس بتاعك اللي انت بتبيعها. طب ده ليه؟ ده عشان توصل في حته في الاخر ان انت كسبان من المنتج وبتبيعه بنفس اللي انت بتاخده بيه. اصل هي كده سعر السوق متغير كل يوم، انت مش كل يوم عندك نفس السعر. انا مش سامع. يقول لك في ناس ممكن تحرق السعر عشان تخلص المنتج دوت. دي لعبه ثانيه. انا عايز اعرف الناس بس لو الناس واخده من نفس السبلاير دي، واخدين من نفس السبلاير بتاعك، هم واخدين من نفس السبلاير ده؟ لا يعني ما اعتقدش ان انت تبقى نفس السبلاير واخد بنفس السعر وهيبيع، حتى لو بيبيع اقل منك. هقول لك على حاجه، المشهور قوي 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 في الافيليت نتوركس دلوقتي ان الناس كلها، في ناس لسه داخله جديده فهي بتاخد البرودكت وتبيعه وتحط عليها 20 جنيه وانا كده مرضي، دي 20 جنيه بتاع الاعلانات والباقي انا كسبانه. هو ما بيبقاش مدرك الهيدن كوستس اللي ورا، وده بيخسر. ده عمره مش مكمل، ده بيجي كده يطلع له كام حاجه يلاقي نفسه بيخسر يقف. طب اللي مكمل مين؟ اللي فاهم. فانت جريت مره لقيت في حد اعلى وانت عارف ان انت ماشي صح وهو ماشي غلط، فانت خليك مكمل وهو كده هيعطل. لا هو نفس السبلاير في حاله اليهود والموسكي اللي بيحصل ان هم مطورين لك شرائح، فانت انا بسحب منه 10 كراتين، انت بتسحب منه كرتونه، فانت المره الجايه جاي تسحب كرتونه برضه او نص كرتون، فبيبدا يعلي عليك السعر عشان هو عايز يحافظ على الستوك اللي هو بص هو ده منطقي، يعني ده منطقي قوي مع اي سبلاير. يعني تجار القماش مثلا، انت لو داخل تقول له انا عايز طن هيقول لك مش عندي. هو ممكن يبقى عنده بس هو محوشه الواحد بياخد 20 طن. انت متخيل ماشيه ازاي؟ مصطفى ذكر نقطه حلوه جدا وهي ان الموضوع علاقات. انت يعني فعلا السبلايرز هي لو انت عامل معاهم علاقات كويسه ومركز ان انت تبني علاقه مش مكسب سبوبه وخلاص، لا مع الوقت ممكن تخسر في الاول، بس مع الوقت هتلاقي نفسك بتكسب، هتلاقي المعامله كويسه، هتلاقي في سبلاير تاني. وزي ما قال مصطفى ما تحطش البيت كله في سله واحده، ما تعتمدش على سبلاير واحد، ممكن تشوف غيره لحد ما بتوصل لناس بتثق فيها وخلاص. يعني انا مثلا فتحت ستارت اب في مجال الطباعه وكنا بنطبع للشركات بحجم كبير اسمه برينتري، ولغايه دلوقتي شغال، يعني شريكي هو ماسك فيه الدنيا وشغال، بس احنا كان شغلنا شركات بي تو بي اكتر. بس حاليا عندنا مطابع وسبلايرز بنتعامل معاه، انا ممكن ما ادفعلوش لمده 2 أو 3 شهور، والله بجد انا فعلا ممكن اشتري الورق واروح اقول له اطبع لي الورق ده وغلفوه لي وخلصه واعمله وانا ابيعه، وانا
لسه ما دفعتلوش، واصلا لسه ما خدتش فلوس من العميل، لان انا ببيع بي تو بي. البي تو بي اصلا الدفعات بتاعه الفلوس ما بتجيش كلها، مش زي الاي كوميرس، ما بتجيش كلها مره واحده. ممكن يقول انا هدي لك 20% دلوقتي، وكمان شهر 50%، وكمان شهر كمان 30% كمان. فدايما في فلوس متبقيه، فبتعامل مع السبلاير بنفس المعامله. والموضوع زي ما قال مصطفى بالظبط، هي بناء ثقه. انت بنيت ثقه وعلاقه كويسه، الموضوع هيكبر معاك وهيكمل. ده حقيقي. انا عايز اقول حاجه برضو، ويعني ودي هنتكلم عليها في سيشن الفاينانس ان شاء الله. نجاح بزنس الاي كوميرس لا في الاعلانات ولا في المنتج الويذر، معلش يعني. نجاح منتج الاي كوميرس في الاوبريشن والفاينانس. ده حقيقه. يعني حتى لو معاك منتج وينر ومعاك منتج فيه مارجن حلو وبتعمل اعلانات وانت اشطر حد في الاعلانات على مستوى العالم وبتسكيل رهيب، لو الاوبريشن بتاعتك والفاينانس بتاعتك ضربه، كل حاجه تانية هتضرب. ده حقيقه. اولا عن اخر، فانت هتلاقي علاقتك بالميرشنت لو هي مش كويسه ومش حاطك في حته اللي هو لا انت ابني مش حد بيشتغل. السبلايرز دلوقتي مش اغبياء زي زمان قبل 2019. معلش، انا ما بحبش كلمه اغبياء. هو ممكن ما كانش واعي اكتر بحاجه ممكن اخش اخد دلوقتي اي سبلاير جايب له 5-6 مليار شغالين معاه. غير كده، هو اصلا الناس السبلاير زمان ما كانش عندهم يعني اويرنس اكتر بالديجيتال والاونلاين والكلام ده، فهو مش غباء. هو ما كانش يعرف حجم البيع اونلاين عامل ازاي. دلوقتي وبعد الكوفيد تحديدا والبوم اللي حصلت في الاونلاين والبيع من الاونلاين، هم نفسهم حتى مصطفى في سبلايرز انت قلت عندهم ميديا بايرز بتوعهم. يعني هو تاجر كبير في حاره اليهود ولا؟ بس على فكره هو مش عارف يطلع كل البرودكت اللي عنده. يعني هو مش عارف يقفلها على كده. بالظبط. هو يعني برضه انت زي ما بتقول هو مش بنفسك. السبلاير مش بنفسك، والسبلاير عنده تارجت الفلوس دي لازم تبقى شغاله. يعني ما ينفعش سبلاير، ما ينفعش بضاعه تقعد عندي اكتر من اسبوعين 3 في المخزن. في كونترات عايز اجيبها تاني، خصوصا الناس بتشتغل على منتجات ترندي والقصه دي. هو بيبقى عارف او هو وصل للخبره ان المنتج ده هو بيقعد 3 اسابيع بيقع، فانا لازم عندي فلوس شغاله، وده الطبيعي بتاعه. فمهما كان عنده ميديا باير انت مش منافس ليه. انا عايز بس عشان مصطفى، انت في اي نقاط تاني بعد دي ولا دي اخر حاجه؟ طيب حاجه تانية بس اخيره عشان بس اختم بيها كلامي انا. يا جماعه كل واحد فينا ما يروحش ينزل لي حاره اليهود دلوقتي بجد والله مش هزار. يدور كده في الكونتاكت ليست اللي عنده في الموبايل، هيلاقي على الاقل او تليجرام. بس انا بتكلم في ليفل ممكن قبل التليجرام، هيلاقي على الاقل في 2-3 يعرفهم شغالين في برودكت، خصوصا في 2-3 عندهم مصانع، في 2-3 عندهم علاقات بناس في حاره اليهود. المكالمه اللي انت هتعملها قبل ما تنزل حاره اليهود دي اهم من نزولك لحاره اليهود. خصوصا لو انت عايز تبني براند، مش عايز تبني بيزنس، مش عايز تشتغل سبوبه سريعه. بالنسبه يا جماعه معلش مش هنعرف ناخد اسئله لان الوقت خلص، بس لو اي حد عنده اسئله انا هبعت لكم فورم تبعتوها كلها وهظبطها مع مصطفى ان شاء الله، لان واضح ان السيشن يعني انتوا قولوا لنا الفيدباك. انا لسه على فكره يعني كان في لسه الوينر اكزامبل وكنا شغالين عليه، بس يعني كفايه كده. يعني السلايدز هنبعتها لكم، ولو اي اسئله فعلا عايزينها هبعت لكم فورم تبعتوها لنا عليها، بحيث ان هي هبعتها لمصطفى ونحاول ننسق سيشن ثانيه مع مصطفى يعني نجاوب بقى على الاسئله ديت كلها. ممكن نظبط سيشن اونلاين بقى عشان ما نهلكش. هتبقى اونلاين يعني ان شاء الله. فاحنا